بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توكلنا على الله. في المحاضرة رقم 2 مع ليسون 1 في مادة الفيزيكس. ليسون 1 من شابتر 1. شابتر 1 يا أولاد بيحتوي على إيه؟ الكونتنز بتاعته إيه؟ أول حاجة ليسون 1 هنتكلم على الإلكتريكال كارنت أند أومز لو، وده ان شاء الله باذن الله اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهنشوف المحاضره بتاعتنا هتمشي ازاي. طيب ليسون 2 هنتكلم على الريزيستورز كونكشنز. طبعا هنفهم يعني ايه ريزيستور، هنفهم جت ازاي، بتعمل ايه، الفانكشن بتاعتها في الدايره بتبقى عباره عن ايه، بتتحط في الدايره ليه، وجت ازاي اصلا. بعد كده ليسون 3 اومز لو فور ذا كلوزد سيركت. اومز لو اكيد هناخد عليه بقى ايه، يعني بصوا يا اولاد احنا هنا في ليسون 1 في اومز لو، ليسون 3 في اومز لو تاني، فطبعا اكيد في فرق بين ليسون 1 وبين ليسون 3. ليسون 4 حاجه اسمها كيرشوف لو. كيرشوف ده عالم كبير جدا زي ماكسويل مثلا كده، زي بنجامين فرانكلين، العلماء كبار من علماء الكهرباء. طيب اول حاجه طبعا هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله ليسون 1. حابين بس ان احنا في البدايه ننوه على حاجه. طبعا احنا اتاخرنا شويه في نزول الفيديو ده، معلش يعني هي لاسباب كده. ان شاء الله باذن الله هتبقى في يعني سكيجول كده هنمشي عليه وهنعلن عنه بأمر الله. دي أول جزئية. الجزئية الثانية يا أولاد احنا أصلا هنمشي الموضوع إزاي. كل ليسون هيتشرح، هناخد في وسط الشرح اكزامبلز عادية خالص وبسيطة خالص، وبعد كده بعد الليسون ما يخلص هنبدأ نعمل فيديو نحل فيه اتليست 50 سؤال. طبعا هو في 2 اوبشنز، يعني في اوبشن ان احنا نخش لايف مع الطلبه، نعمل لايف ونحل ال 50 60 سؤال ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا. طبعا دي هتبقى حاجه كويسه لان هيبقى في تواصل مباشر بيننا وبين الطلبه. طبعا الجزئيه دي نقدر نعملها امتى؟ لما يكون في عدد يخش معانا في اللايف، يعني مثلا بنتكلم في يعني 300 طالب 400 طالب، فالدنيا تمشي تبقى كويسه. طيب وانس ان هو ما حصلش ده، هنمشي هنكمل عادي خالص، ناخد الليسون، وبعد كده بعد ما نخلص الليسون هنعمل برضو حصة مسجلة وإن شاء الله بإذن الله نرفعها على صفحة اليوتيوب، وهتبقى مجانا تماما سواء كان اللايف أو الحصص، هي مجانا تماما إن شاء الله بأمر الله. وهنمشي بقى القصة ديت مع كل ليسون. المفترض طبعا لو البلان مشيت مظبوطة بعد كل ليسون إن شاء الله، وبعد ما نحل الامتحانات هنعمل امتحان، والامتحان ده يتوزع على المجموعة اللي هتبقى معانا، وهنعرف دلوقتي هتبقى معانا ازاي، وهيتصحح عادي خالص كأنها منصة. يعني هنعتبر ان الصفحة بتاعتنا دي واللايفات دي كأنها منصة بالظبط، وان شاء الله برضو هيبقى الموضوع فيه متابعة وفري تماما تماما. هنوضح بأمر الله في آخر الفيديو طريقة التواصل هتبقى عامله ازاي. يلا بينا نسمي الله ونتكل على الله كده وناخد اول ليسون، الالكتريكال كارنت اند اومز لو. اكيد طبعا مش هنخش في الليسون على طول، محتاجين ان احنا نتذكر شويه حاجات. طبعا هنحتاج الحصه اللي فاتت، الحصه التمهيديه هتخش معانا النهارده ان شاء الله بامر الله، لكن محتاجين نقعد كده نتذكر شويه حاجات من البريبات من الاعدادي. ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نتذكرها؟ طبعا يا اولاد احنا عارفين ان اي ماتر، الماتر اصلا هو كل ما هو له ماس حوالينا بنسميه ماتر. طيب الستيتس بتاعت الماتر هي عباره عن ايه؟ في عندنا 4 حاجات، هنركز على 3 هنقولهم كويس، وهناخد منهم هنسلكت منها واحده ونفوكس عليها شويه. طبعا احنا عندنا السوليد، الليكويد، الجازز، ورابع حاجه البلازما. اركن البلازما شويه، احنا كده كده هنتكلم عليها ان شاء الله باذن الله في الموديل بشكل يعني هنركز فيه اكتر. فخلينا دلوقتي نتكلم ان انا عندي
سوليد وعندي ليكويد وعندي جاز. طبعا زي ما احنا شايفين كده ان الانترسبيسز مختلفه بين الايه الثري ستيتس. يعني عند السوليد هنلاقي الانترسبيسز ضيقه جدا جدا، الموليكيولز جنب بعضها بشكل مترتب ترتيب هندسي سبحان الله، تمام. وبعد كده الليكويد لا، في الانترسبيسز اوسع شويه. الجازز الموليكيولز كل موليكيول بتتوزع ايه بشكل عشوائي، وفي انترسبيسز بينهم بشكل كبير جدا. طبعا تاخد شكل الوعاء، دي ما تاخدش شكل الوعاء. السوليد دي طبعا تاخد لو اتحطت في اي وعاء تاخد الشكل. الجازز طبعا برضو بيتوزع، لو جيت حطيته في ازازه وقفلت الازازه دي هيملى الازازه بالكامل بشكل ايه، يعني يقدر ان هو ياخد شكل الايه الوعاء. هنسيبنا من البلازما، والبلازما جات ازاي هنعرف ان شاء الله باذن الله في المودرن الدنيا ديت كانت ماشيه ازاي. ده كبدايه احنا كنا حابين ان احنا نتذكرها. طيب وبعدين انت عايز تقول ايه؟ ليه بتقول لي الستيتس ديت؟ طيب اتعرفنا على حالات الماده. ايه انواع الماده بقى؟ ايه التايبس اوف ماتيريال؟ التايبس بقى نوعها ايه؟ في عندنا 3 انواع، ودي كنا بندرسها مع البريدك تيبل. لو كنتوا يعني فاكرين في سنه تانية اعدادي كنا درسنا المودرن بريدك تيبل او الجدول الدولي الايه الحديث. اخذنا فيه ايه 3 انواع من الماده: الميتال والنون ميتال والسيمي ايه او الميتالويد اللي هو احنا هنسميه بعد كده سيمي كوندكتور. طيب الميتال عباره عن ايه؟ نقدر نفرق نوع الماده دي اللي من نوع الميتال دي ازاي؟ تعال نشوف كده. الميتال ليه مواصفات خاصه. اول حاجه الميتال بيبقى ليه بريق معدني، تشاني هنا يقول لك ايه تشاني، او ميتاليك لاستر ليه بريق معدني. وبعدين قال لك كمان ان زي الكبر، بص نقدر ان احنا نلف الكبر، نقدر نسحبه الكلام ده كله. كمان المهم بقى في الجزء ده واللي احنا كنا عايزين نعرفه ان جه قال لك ايه good conductors for heat and electricity. بدأنا نلمس بقى احنا اصلا واخدين الجزء ده ليه؟ عشان احنا بندرس بشكل الى حد ما طبعا واسع شويه الالكتريستي السنه دي، فطبيعي لازم ندرس نشوف بقى احنا الالكتريستي هنمشيها في انهي ماده، الماده شكلها عامله ازاي. فنلاقي ان الميتال من ضمن الخصائص بتاعته ان هو جود كوندكتور اوف ايه اوف ثيرمال اند الكتريستي. طبعا الميتال كله من النوع السوليد، ولذلك احنا كنا حابين نتعرف ايه هو السوليد ما عدا الايه الميركوري الوحيد اللي هو يعتبر ليكويد من النوع الايه الميتال. طيب الجزء بقى المهم بقى واللي انا كنت سايبه في الاخر ايه هو؟ ان احنا بقى لما نيجي نبص يا اولاد على الاتوم بتاعه الميتال، طبعا اي ماده بتتكون من ذرات من اتومز. لما نيجي نطلع كده ميكروسكوب ونبص على اتوم واحده، نطلع اتوميه كده ونحطها تحت الميكروسكوب ونبص عليها تبقى شكلها عامله ازاي؟ بصوا طبعا احنا عارفين اصلا الاتوم بتتكون من ايه؟ من نيوكليس في الوسط هنا كده، اوكي، وحواليها انرجي ليفل يا اولاد. الشوارع بقى الشوارع اللي ايه اللي بتلف فيها الالكترونز. كم انرجي ليفل؟ 7 انرجي ليفل. 7 من الانرجي ليفل، يعني اكبر ذره عندها 7 من الايه الانرجي ليفل. طيب احنا هنتكلم بس ايا كان انت بقى الاتوم دي عندها 7 عندها 6 عندها 4، بنتكلم في الاوتر موست انرجي ليفل. اخر انرجي ليفل يا ترى عامل ايه؟ يعني ايه عامل ايه؟ تعالوا نبص كده. النيوكليس دي جواها ايه اصلا؟ جواها نوعين من البارتيكلز، البروتونز والايه والنيوترونز. البروتونز ودي بتبقى بوزيتيف تشارج اسمها ايه؟ اسمها بروتون. طيب جميل. والنيوترونز ليه ما كتبتش النيوترونز دي عباره عن ايه؟ يعني دي بقى مشحونه بشحنه ايه؟ دي ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف، هي تعتبر نيوترال. جايه بصوا كلمه نيوترونز جايه من نيوترال تشارج، يعني هي متعادله الشحنه، ولا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف، ولذلك بتتكتب ايه؟ بتتكتب زيرو. يبقى اذا يا اولاد النيوكليس دي بقى
في الاخر فيها نيوترونز هي من النوع النيوترال، وفيها بروتونز من النوع البوزيتيف. يبقى النيوكليس بقى لما اجي اطلع بره كده وابص بكاميرا كده على النيوكليس دي، اكيد هتاخد شحنة مين؟ اكيد مش هتاخد شحنة المتعادل، هتاخد شحنة مين؟ البوزيتيف. يبقى اذا النيوكليس هي ايه؟ هي بوزيتيف تشارج. يبقى لما نيجي نبص هنا كده النيوكليس دي هي بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف تشارج. يلا بينا نطلع فوق بقى، سيبنا النيوكليس، هنلاقي مين؟ الشوارع اللي بتلف حوالين النيوكليس اسمها الانرجي ليفل، ودي بتلف جواها الالكترونز، والالكترونز هي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيوترال؟ هي نيجاتيف تشارج. يبقى نلاقي هنا يا اولاد ايه؟ نلاقي هنا بتلف فيها الايه؟ الالكترونز. طبعا ما ينفعش ان انا ارسم في اول واحد 3 لان هو بيتملي اصلا بايه؟ بيتملي ب2. هنفهم دلوقتي. طيب بس ما علينا. يبقى اذا الالكترونز دلوقتي هي نيجاتيف تشارج. يبقى دلوقتي عندي نيوترونز زيرو متعادل، البروتونز بوزيتيف تشارج، الالكترونز ماله؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف تشارج. نلاقي حاجه حلوه قوي في الاتوم. الاتوم بتقول لك ايه؟ انا اصلا متعادله الشحنه، انا اصلا نيوترال تشارج. ليه يا عم الحاج؟ ليه انت نيوترال تشارج؟ قال لك اصل النمبر اوف بروتون بيساوي ايكوال النمبر اوف الكترونز. يعني البوزيتيف تشارج ايكوال نيجاتيف تشارج. يبقى اذا لما اجي اطلع بقى بره خالص وابص بالميكروسكوب على الاتوم دي، يبقى اذا الاتوم دي عباره عن ايه؟ هي نيوترال ايه؟ نيوترال تشارج. ليه؟ النمبر اوف بروتون ايكوال النمبر اوف ايه؟ اوف الكترونز. طب تعالوا نبص كده. لو انا عندي مثلا ماده الالومنيوم، كلنا عارفين الالومنيوم اللي عندنا حلل منها في المطبخ. الماده دي لما نيجي نطلع منها اتوميه كده ونبص عليها نلاقي ايه؟ بص يا اولاد، نلاقي ان الالومنيوم ده طبعا السيمبل بتاعه، نلاقي ان هو عنده 13 من ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ تعالوا نفتكر كده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الاتوميك الاتوميك نمبر. عباره عن ايه الاتوميك نمبر؟ النمبر اوف الكترون. يبقى الاتوميك نمبر ده هو النمبر اوف مين؟ اوف الكترون. الله، طب ما انا لسه قايل من شويه طالما دي اتوم يبقى النمبر اوف الكترونز ايكوال النمبر اوف بروتونز. يبقى انا دلوقتي الالومنيوم دي، ذره الالومنيوم لما يكون عندها 13 الكترونز يبقى كده عندها كام بروتونز؟ 13 بروتونز. ودي تبقى اتوم متعادله الايه؟ متعادله الشحنه. طيب وبعدين تعالوا نبص بقى لما نيجي ندخل الالومنيوم ده في اي رياكشن. طبعا اي ماده في الكون عايزه تستقر، البني ادم عايز يستقر. اول حاجه بعد ما يتخرج عايز يتجوز ويفتح بيت ويخلف، يقول لك يا عم انا عايز استقر. برضو الاتوميه دي محتاجه ان هي تستقر. طب يعني عايز تقول ايه؟ تعالوا نشوف كده. لو احنا هنركز على الاكزامبل بتاعنا اللي هو الالومنيوم، احنا قلنا الالومنيوم عنده 13 من الايه؟ من الالكترونز. تعالوا نبص كده. ادي النيوكليوس بتاعه الالومنيوم، هنكتب فيها اهو الالومنيوم. وهو زي ما احنا قلنا الالومنيوم عباره عن 13 منين؟ من الالكترونز. تعالوا بقى نوزع، نعمل كونفيجريشن للالكترونز دي على الانرجي ليفل. طبعا احنا عارفين من الاعداديه ان اول انرجي ليفل ما بيتمليش باكتر من 2 الكترونز، يعني ما ينفعش احط فيه 3، ينفع احط فيه 1 زي الهيدروجين كده مثلا. الهيدروجين عنده 1 الكترون بس، فخلاص بيتحط في اول انرجي ليفل وخلاص. طيب بعد كده الانرجي ليفل اللي بعديه بيتملي عند 8 انرجي ليفل، وهنمشي كده لحد الفور. بعد الفور بلاش نتكلم عليه دلوقتي. يبقى انا الفور اللي هو الانرجي ليفل نمبر 4 يعني. طيب خلينا نبص كده ونوزع ال 13 ده او ال 13 دي على الانرجي ليفل بتاع الالومنيوم ونشوف هيبقى عامل ازاي. اول حاجه الذره دي هتنزل انرجي ليفل الاولاني، هتحط فيه كام الكترون؟ 2 بس. يبقى هتشيل من ال 13 دي 2 الكترونز وهتحطهم هنا، ادي 2 الكترونز. وبعدين طبعا هيتبقى من هنا كام؟ 11. طيب هل ال 11 ينفع يتحط في الانرجي ليفل الثاني؟ لا، الانرجي ليفل الثاني بتملي عند 8 الكترون بس، ما ينفعش احط فيها 9 الكترون. وبالتالي يبقى طالما هنا 11 يعني اكبر من ال 8، هناخد منهم 8 ونحطهم في الانرجي ليفل الايه؟ الثاني. لما انا ده اخدت منه 8 فاتبقى معايا كام؟ 3 ايه؟ 3 الكترونز. ينفع احطه في الانرجي ليفل الثالث؟ اكيد ينفع طبعا، لان هو بيتملي عند ال 8.
فانت تحط اقل، ما ينفعش تحط اكتر. يبقى اذا ال3 الكترونز دي هيتحطوا فين؟ هيتحطوا في الانرجي ليفل الايه؟ الانرجي ليفل التالت. طب لما الالومنيوم ده بقى يخش جوه الاكشن او يتعرض لحاجه معينه، موقف معين مثلا بتاع ايا كان، هو عايز يعمل ايه؟ عايز ان هو يستقر، عايز يبقى في حاله استابيليتي. زي مين؟ زي الانرت جازز كده، زي الغازات الخامله اللي احنا كنا درسناها، الارجون والنيون والكلام ده كله، الغازات دي كلها. طيب هيعمل ايه؟ دلوقتي الاتوم دي عندها حلين: اما تفقد ال3 الكترونز دي وتقفل خالص الانرجي ليفل ده، ويبقى عندها اخر انرجي ليفل هو الثاني، ويبقى في الحاله دي الالومنيوم كانه بالظبط هيبقى عنده 10 الكترون. اوكي، او ان هي تستدعي من الاتومز اللي حواليها 5 الكترونز. طبعا الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لها ان هي تعمل كده، فقالت لا خلاص، انا عشان اجيب 5 الكترونز وادخلها في الانرجي ليفل ده، لا الدنيا صعبه جدا. طب عملت ايه؟ فقدت ال3 الكترونز. فقدته فين؟ الالكترونز بقى يا اولاد هتقعد تمر في المعدن، مش هتطلع بره المعدن. طيب تعالوا نبص كده. لما فقدت ال3 الكترونز، واحنا عندنا قاعده مهمه جدا ان النمبر اوف بروتون ايكوال النمبر اوف الكترونز، ده في حاله مين؟ في حاله الاتوم. طب دلوقتي الوضع بقى عامل ازاي؟ دلوقتي بقى عندها 8، بقى عندها 10 الكترونز. طب هو حد جه جنب البروتون اللي جوه النيوكليس؟ حد البروتون ده اتعرض لحاجه؟ حد قال له النبي هات لي واحد بروتون منك؟ مفيش. طب البروتون زي ما هو؟ البروتون زي ما هو. يبقى البروتون زي ما هو كام؟ 13 بروتون. طب وبعدين؟ الدنيا كده ماشيه ازاي؟ ده كده النيجاتيف تشارج بقى less than البوزيتيف تشارج، ولذلك الاتوميه دي خلاص ما بقتش اتوم، بقت حاجه اسمها ايونز من النوع من النوع البوزيتيف تشارج. وممكن نقول عليها كمان بوزيتيف ايون، او نسميها حاجه اسمها كاتيون، تبقى جواها بوزيتيف تشارج. طب شكلها عامله ازاي؟ طبعا احنا بنتكلم على الذره الواحده. لما نيجي ناخد مثلا حته متر كده من الالومنيوم، دي ملايين من الذرات، وبالتالي نلاقي بص بقى يا اولاد تبقى عامله ازاي. تبقى كل اتوميه ما بقتش اتوم بقى، بقت بقت بوزيتيف من الايون، او بقت حته كاتيون بقى صغيره. ادي بوزيتيف ايون، بوزيتيف ايون، بوزيتيف ايون، وهكذا بقى، هكذا بقى كتير مترصصه بالشكل ده كده. بوزيتيف ايون، بوزيتيف ايون، بوزيتيف ايون، وهكذا اهو كله بوزيتيف بوزيتيف. اتحولت كل الاتومز بقت ايونز من النوع الكاتيون او من النوع البوزيتيف. طب ال3 الكترونز اللي خارجه من كل واحده فيهم راحت فين؟ عماله بتلف حوالين البوزيتيف ايون ده بشكل راندملي، بشكل عشوائي، تطلع وتنزل وتنزل وتطلع وراحه جايه والكلام ده كله. يبقى الالكترونز اصلا راحت فين؟ ما طلعتش بره المعدن، ده فضلت جوه المعدن. ليه يا اولاد؟ اصل انا عندي حاجه هنا اسمها الميتاليك بوند، روابط فلزيه. في روابط ماسكه البوزيتيف ايون وماسكه الالكترونز، مش مخليه الالكترون دي عارفه تطلع بره، بس احنا بنطلعها بره امتى؟ في المودرن بقى هناخد الالكترون دي نطلعها بره. يبقى عند الابنورمال كونديشنز، ظروف غير طبيعيه هنتكلم عليها بامرك يا رب في المودرن فيزيكس، هنعرف نطلع الالكترونز دي. لكن طول ما احنا بنتكلم في اول 4 شابتر، احنا ما لناش علاقه ان الالكترون دي تطلع. الالكترون دي هتفضل تدور بشكل عشوائي بين بين البوزيتيف بين البوزيتيف ايونز. وبالتالي احنا بنقول ليه السبب بقى ميتاليك عشان في ميتاليك بوند. فبيقول لنا الميتاليك بوند دي هي the attraction force between the positive metal ions and the negative valence electron cloud which surrounds them. يعني هو بيقول لي ان في سحابه هنا، سحابه هنا كده منين؟ من الالكترونز عماله بتمشي بشكل بشكل عشوائي، لكن في بوند ماسكه البوزيتيف والنيجاتيف دي، اللي هو البوزيتيف ايون مع الالكترونز، بحيث ان الالكترونز ما تقدرش تطلع بره، لكنها ماشيه بشكل عشوائي. هو احنا كده لحد دلوقتي في كهرباء؟ ابدا، احنا بنتكلم بس على الميتال من بره. طيب
وبعدين بصوا بقى، ايوه بصوا يا اولاد، النحاس هي حركة عشوائية سريعة جدا. بصوا الالكترونز تتحرك فتهتز حول أماكنها. ايوه بصوا الالكترونز يا اولاد، الالكترونز عماله بتمر بشكل ايه؟ بشكل عشوائي بين البوزيتيف ايه؟ بين البوزيتيف ايون. سيبكم بقى من الفيديو، انا بس كنت عايز يعني جزئيه بس كده نوضحها في الحته دي. طيب وبعدين ده الميتال. طب نوع النون ميتال، النون ميتال اصلا هو باد كوندكتور. ليه؟ هنا بقى الفيصل. تعالوا نبص كده ليه، هنوضح الجزء ده ونقلب على حاجه جديده على طول. معروف الميتال اللي هو الاوتر موست انرجي ليفل فيه اعلى من 4 الكترونز. ده ايه، الميتال ولا النون ميتال؟ لا ده النون ميتال. النون ميتال فيه اعلى من 4 الكترونز، يعني 5 6 7. ال8 ده اركنه على جنب، لان طالما في 8 يبقى ستيبل، فاركن ده كده على جنب. يبقى 5 6 7 ده من نوع النون ميتال، وهنعرف ليه. طب الميتال، الميتال بيبقى عنده 1 او 2 او 3 الكترونز، ده اخر انرجي ليفل اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الالومنيوم من شويه. طب النون ميتال بقى، النون ميتال عنده 5 او 6 او 7. زي ايه؟ زي الكلوراين كده. الكلوراين كام؟ الكلوراين يا اولاد 17 من الالكترونز. لما نيجي نعمل له كونفيجريشن نلاقي ادي النيوكليوس بتاعه الكلوراين ده، وفي هنا 2 وفي هنا 8 كده 10 وبعدين 7. طب الراجل ده لما يتحط في تفاعل وعايز يستقر يعمل ايه؟ يبقى احنا لما نيجي نتكلم بقى على توزيع الالكترونز للكلوراين نلاقي عامل ازاي؟ نلاقي ان هو 17. يعني 17 ده طبعا ده ايه؟ ده النمبر اوف ايه؟ اوف الكترونز. لما نيجي نوزعها بقى على الانرجي ليفل نلاقي ان هو عباره عن 2 8 و7. 2 8 ده 10 10 و7 17. يبقى انا وزعت الايه؟ وزعت الالكترونز كلها. طيب دلوقتي بقى الذره دي عندها قرارين. عندها ان هي اما تفقد ال7 الكترونز بالكامل عشان تستقر، طبعا تفقد ال7 الكترونز بالكامل وتقفل الانرجي ليفل ده خالص، وتبقى زي النيون كده عندها 10 الكترون وزي الالومنيوم ما عملت، او ان هي تجيب الكترون من بره وتضيفه على ال7 ويبقى 8 وخلاص والسلام عليكم وعليكم السلام. انهي اكتر؟ انهي افضل لها؟ طبعا الموضوع هنا اسهل. بصوا بقى، 5 الكترونز 6 الكترونز 7 الكترونز مش بتلوز الالكترون، بتجيب الالكترون من ايه؟ من بره، وبتضيفها على اخر انرجي ليفل الاوتر موست انرجي ليفل وبتستقر. اذا دلوقتي ما عندهاش، بص بقى بنلقط اهو، ما عندهاش ايه؟ الكترونز بتطلع، ده هي بتاخد الكترونز. طالما ما عندهاش الكترونز يعني ايه؟ ما عندهاش كلاود من الالكترونز دي، زي ما احنا كنا قايلين هنا كده. بصوا هنا كده، كلاود سحابه من الالكترونز اللي بنسميها فري الكترونز. لو ما عندهاش فري الكترونز يبقى بات كوندكتور للثيرمال والالكتريستي. يبقى احنا دلوقتي بدأنا نفهم بقى. بنفهم ايه بقى؟ ان لازم يبقى فيه فري الكترونز عشان نقدر نوصل الكرنت في الميتال ده، في المعدن ده، زي الالومنيوم زي الكبر زي الايرون زي كل ما هو بقى ميتال نقدر ان احنا نوصل فيه الايه؟ في الكرنت. طيب يبقى ده كان من الايه؟ من النون ميتال. وبالتالي النون ميتال جه قال لك ده باد يا جماعه، ده باد كوندكتور، ده ما عندوش فري الكترونز، ده هو بياخد الكترونز اصلا مش بيلوز الالكترونز دي، الذره مش بتلوزها. طبعا بيتقلب بقى بعد كده ان هو بيبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف ايون، عشان خاطر الالكترونز بتبقى اكتر منين؟ من البروتون. طيب يبقى اذا دلوقتي يا اولاد احنا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا دلوقتي شغالين على مين؟ شغالين على الايه؟ شغالين على الميتال. تمام. طبعا هنا لما نيجي نتكلم هنا بيقول لي هنا ايه؟ choose the correct answer. ايوه the following figures represent the outermost energy level of a group of materials. انت عايز ايه يعني؟ عايز ايه بقى؟ بيقول لي والله قول لي انهي واحد فيهم يقدر ان هو يمرر فيهم التيار الكرنت بتاعي. طب نبص هنا كده نلاقي ده الاوتر موست انرجي ليفل، لا ده فيه كتير قوي من غير ما نعد، لا اكيد مش هو ده خالص. طيب ده والله ادي 1 2 3 4 5 6، لا يا باشا مش هو ده خالص. طب ده 1 2 3 4 5
لا، يبقى الثلاثه دول من النوع انهي؟ النون ميتال، صح؟ ممكن ده لو 8 تلاقيه ده بقى انرت جاز، يعني انتوا تبقوا تعدوا 3 اهو و4 7، يبقى ده برضو نون ميتال. نبص بقى على ده، لا ده هو ده بقى، هو ده الانسر بتاعي. الانسر بتاعي هنا هو عنده زي ما احنا قلنا الميتال اما نلاقي الكترون او 2 الكترونز او 3 الكترونز. ليه؟ اصل الذره دي بقى لما بتيجي تستقر بتلوز الايه؟ بتلوز الالكترونز، وبيبقى في فري الكترونز عمال يمر فين؟ في الميتال من جوه. مش عايزين بقى نكتر في الجزء ده. تعالوا نبص كده مع اول جزئيه في الدرس الاولاني، تعريف الالكتريك كارنت. ايه الكارنت ده؟ والله الكارنت ده نقوله بالدارج كده بالعاميه، انا لما باجي بفتح الاضاءه بتفتح. طب ليه؟ اصل بيوصل لها حاجه اسمها كارنت. الكارنت ده هو الكهرباء، مش هو لوحده طبعا. طيب جه ازاي واتعمل ازاي؟ تعالوا نبص بقى. هنا بيقول لي ايه؟ it is the flow، هو سريان، هو فيض منين؟ of electric charges. electric charge. حلو. ايه اللي تشارج؟ دي شحنه. احنا كنا لسه من شويه عمالين نقول شحنه موجبه وشحنه سالبه، انت قصدك كده؟ تعال نبص بقى. الشحنه زي ما انت قلت كده بالظبط، اما تبقى او التشارج اما نلاقيها بوزيتيف او ايه؟ او نيجاتيف، والاثنين يمرروا الكرنت عادي خالص، الاثنين يتكون منهم الكرنت. طيب وبعدين نلاقي البوزيتيف ونلاقي النيجاتيف. البوزيتيف عباره عن ايه والنيجاتيف عباره عن ايه؟ طيب خلينا بس ناخد حاجه صغيره خالص. لو الاثنين دول محطوطين في الميتال، والميتال ده اللي تشارجز دي البوزيتيف والنيجاتيف دول واقفين ساكنين ما بيتحركوش، مفيش كارنت. يبقى نفهم دلوقتي ان لازم البوزيتيف تشارج او النيجاتيف تشارج دي يبقوا ايه؟ في حاله موفمنت، في حاله حركه. يبقى اذا الاثنين دول لازم يكونوا في حاله ايه؟ في حاله حركه. طب تعالوا نبص كده. لو انا حركت البوزيتيف تشارج دي، بصوا كده، حركت البوزيتيف تشارج دي كده، وحركت بوزيتيف تشارج الناحيه الثانيه. خلينا بس طالما احنا بنقول ان لسه في حركه، خلينا نتكلم على قد الحته دي. لا الاثنين دول يبقى انا عندي كام تشارج؟ الاثنين لاشوا بعض اصلا، يبقى زيرو تشارج. طيب لو انا عندي بوزيتيف تشارج ماشيه كده ونيجاتيف وبوزيتيف تشارج ثانيه ماشيه كده، الاثنين سيم دايركشنز، يبقى انا عندي كده تو تشارجز ماشيه يعني اعتبرها ان هو كارنت ايه؟ معدي خلاص. طيب ناخد كده اكزامبل اخر كده. لو انا عندي بوزيتيف تشارج بالشكل ده كده ماشي كده، الاتجاه بتاعه الدايركشن بتاعه كده، ونيجاتيف تشارج ماشيه كده، يحصل ايه؟ بيلاشوا بعض، لان الاثنين مختلفين في مين؟ في الاشاره. ده واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، فكده يعتبر كام تشارج ماشيه؟ زيرو، مفيش. طب لو انا بصيت كده على واحد بوزيتيف تشارج ماشي يمين كده زي ما هو، ونيجاتيف تشارج ماشيه الناحيه الثانيه، يبقى في الحاله ديت كام تشارج موجوده؟ 2 تشارج. عارفين ليه؟ اصلي الموفمنت بتاع البوزيتيف تشارج ات سيرتن دايركشن هو ايكوال الموفمنت للنيجاتيف تشارج ات اوبوزيت دايركشن. يعني حركه الالكترون دي حركه البوزيتيف تشارج دي في الاتجاه اليمين هي بتساوي حركه النيجاتيف تشارج في عكس اتجاه. انت عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول ان دي كده كانها بوزيتيف تشارج في نفس الاتجاه كده. فلما اجي ابص بقى، يعني لو شلت النيجاتيف دي وبصيت كده كام بوزيتيف تشارج هنا، هلاقيها 2 بوزيتيف ايه تشارج او 2 تشارجز، 2 تشارجز. وبالتالي دي كده اول جزئيه. طيب الجزئيه الثانيه، هو انا اصلا عايز احرك البوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج دي، عايز احركهم، عايز يمر كارنت. احركهم ازاي؟ لازم اعرضهم على حاجه اسمها الكتريك
الكتريك فيلد، مجال كهربي. طب الالكتريك فيلد ده عباره عن ايه؟ تعالوا نبص بس الاول. هو البوزيتيف تشارج او النيجاتيف تشارج ايا كان ما بينهم عامله زي ايه كده يا اولاد؟ عامله زي الارض. الارض فيها حاجه اسمها الجرافيتي، الجاذبيه الارضيه. يعني كاني لو انا بصيت كده ادي الارض اهي، وفي هاله في منطقه، المنطقه دي هاله كده حوالين الارض، كويس؟ دي بنسميها الجرافيتي. ولذلك اي حاجه بتقع، لو في طياره على ارتفاع 20,000 قدم، ولا قدر الله الطياره دي مثلا الموتور بتاعها حصل فيها مشكله هتقع مش هتطلع لفوق. ليه؟ هي اوريدي متاثره. يعني لما نشيل منها اي فورس موجوده، طبعا الطبيعي ان هي تنزل على ايه؟ تنزل على الارض، لان في جرافيتي. طيب خلينا ناخد اكزامبل تاني. لو انا بصيت مثلا على الماجنت، يجي يقول لك الماجنت ده ايه؟ حواليه ايه؟ حواليه حاجه اسمها ماجنتيك فيلد. يعني انا لما اجي ابص هنا كده على الماجنت اهو، ان واس اهو، نلاقي ان في حواليه ايه؟ ماجنتيك فيلد. طبعا ماجنتيك فيلد ليه شكل معين، مش قصتي دلوقتي الشكل ده. طب لما اجي انا ابص ده، اجيب حته من الايرون واقربها من الماجنت ده، يلاقي الماجنت بيلقطها. طب خليت الماجنت زي ما هو وبعت الايرن اكتر، طول ما انا في الفيلد ده، طول ما انا في المجال بتاعها، الماجنت هيقدر ان هو يلقط ايه؟ حته الايرن. طبعا مجرد ما خرجت بره الماجنت، ايه اللي حصل؟ خلاص، بره الماجنتيك فيلد ده، الماجنت هيفضل قاعد، مش هيقدر ان هو، مش هيبقى شايف الايرن اصلا، مش هيبقى شايف حته الحديده ديت. هكذا برضو التشارج. يعني لما نيجي نبص كده على البوزيتيف تشارج او النيجاتيف تشارج، نلاقيها حواليها زي هاله كده، اسمها بقى ايه بقى المره دي؟ المجال الكهربي او الالكتريك تشارج. نبص كده يعني نلاقي البوزيتيف اهو او النيجاتيف، نلاقي ان هي حواليها كده حاجه اسمها ايه؟ الكتريك تشارج. وبالتالي الالكتريك تشارج دي بقى، لو في شحنه جايه من بره، طول ما هي بره الالكتريك تشارج، الشحنه دي مش شايفاها زي الماجنت بالظبط. طيب مجرد بقى ما تخش الشحنه دي جوه الالكتريك فيلد، يحصل ايه؟ والله بتديبند بقى على نوع الشحنه دي اصلا، نوع التشارج دي، هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ فهي لو بوزيتيف، يا ترى احنا فاكرين ولا مش فاكرين؟ بوزيتيف وبوزيتيف المتشابه السيميلر مالهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ريبلشن، بيتنافروا مع بعض، فبالتالي دي هتطلع ايه؟ هتطلع بره، صح؟ طب لو كان من النوع النيجاتيف، يعني خلينا نعملها حمراء، من النوع النيجاتيف، هيحصل ايه؟ هيحصل اتراكت ما بينهم، البوزيتيف دي هتشدها ليها، بس كل ده جوه الايه؟ جوه الالكتريك فيلد. هكذا برضو نفس الكلام النيجاتيف، والله لو جايه واحده بوزيتيف هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها ريبلشن. لو واحده نيجاتيف زيها، سوري، لو واحده بوزيتيف هيحصل فيها ايه؟ هيحصل اتراكت، صح؟ طب لو واحده نيجاتيف يحصل ايه؟ ريبلشن، صح؟ طيب نلاقي ايه هنا بقى؟ نلاقي ان الالكتريك فيلد ده هو من النوع الفيكتور كوانتيز، يعني كميه متجهه. يعني ايه كميه متجهه؟ يعني ليه قيمه وليه ماجنتيود. طب بمعنى ايه؟ بمعنى ان البوزيتيف تشارج دي والنيجاتيف تشارج دي واللي حواليها الالكتريك فيلد شكله عامل ازاي؟ ادي لو انا عندي كده واحده بوزيتيف وادي واحده كده نيجاتيف، نلاقي ان البوزيتيف ده الفيكتور بتاع الالكتريك فيلد بيبقى طالع منها كده، يبقى الهاله اللي طالعه منها دي كده، ايوه، بيبقى اتجاهها لايه؟ اتجاهها لبره. طيب وبالتالي لو واحده نيجاتيف يبقى داخل عليها جوه. تعالوا نبص كده، لو جت واحده بوزيتيف هنا يحصل ايه؟ اتراكت. بصوا نفس الاتجاه. طب لو واحده نيجاتيف يحصل ايه؟ كانها بالظبط هتخش لجوه.
يحصل ايه؟ يحصل اتراكت، هنا يحصل ريبلشن، هنا يحصل ايه؟ هيحصل اتراكت. نفس الكلام هنا، لو واحده بوزيتيف هيخش عليها اهو. طب لو واحده نيجاتيف يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل ريبلشن. وبالتالي لما اجي ابص هنا كده، لو انا عندي ميتال والميتال ده خليته بوزيتيف تشارج، حته ميتال اهو، حته معدن هو بوزيتيف تشارج، ومعدن تاني خليته نيجاتيف تشارج. يعني ايه بوزيتيف تشارج؟ يعني البوزيتيف اللي موجود اكتر من النيجاتيف، وهنا النيجاتيف اللي موجود اكتر من البوزيتيف. نلاقي الفيلد ده ماشي ازاي؟ ماشي كده اهو، بالشكل ده كده. طب لو جت واحده بوزيتيف هيحصل ايه؟ هيحصل ريبلشن، فيجري كده. لاحظوا معايا الحته دي. طب لو جت واحده نيجاتيف هيحصل ايه؟ يحصل اتراكت، فتمشي كده. ملاحظين ايه يا اولاد؟ ان البوزيتيف ماشي مع الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد. طب والنيجاتيف ماشيه اوبوزيت الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد دائما ابدا. يعني انا لما اجي ابص هنا كده، لو انا عندي ميتال بالشكل ده، والميتال ده رحت حطيت له حاجه هنا، ده ميتال فيه بوزيتيف ايون اهو، وفي ايه؟ وفي الكترونز. هل نفترض جدا ان البوزيتيف ايونز دي متحركه؟ اتفقنا؟ هتتحرك ازاي؟ هتتحرك مع الايه؟ في نفس اتجاه الالكتريك فيلد. هو الالكتريك فيلد طالع منين؟ طالع من البوزيتيف للنيجاتيف اهو، ده الالكتريك فيلد بتاعي. فلاقي ان البوزيتيف تشارج دي متحركه في نفس الدايركشن بتاع مين؟ بتاع الالكتريك فيلد. طب الالكترونز، الالكترون من النوع النيجاتيف هي اوبوزيت ذا دايركشن اوف الكتريك، الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد. فبالتالي الاقي الالكترونز مالها؟ ماشيه بالشكل ده كده عكس بعض. طب مجموع التشارجز، طبعا احنا قلنا ان البوزيتيف تشارج في اتجاه هو بيساوي النيجاتيف تشارج في عكس الاتجاه. فنقدر نجمع كل الايه؟ كل التشارجز دي كلها ونقول والله دي مجموع التشارجز دي كلها موجوده فين؟ موجوده في الميتال وبتمر وبتعدي. طيب يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا عشان خاطر احرك التشارجز دي لازم اعرضها او اعرض عليها الكتريك فيلد. طب انت تحركها ليه؟ يعني تحركها ليه؟ خلينا نتفق اتفاق. لما احنا نجيب حته الالومنيوم ونبص عليها من جوه، احنا بنلاقي البوزيتيف تشارج وبنلاقي الالكترونز ايه؟ احنا خلاص اتفقنا بتمر بشكل ايه؟ بشكل عشوائي، عماله بتلف بشكل عشوائي، وشفنا الفيديو الايه الخاص بالجزء ده. هل ده كرنت؟ ابدا. الكرنت هو سريان في اتجاه واحد، او سريان التشارجز في عكس اتجاه، لكن مش بشكل ايه؟ مش بشكل عشوائي. ايا كان يبقى الشكل عامل ازاي. طيب تعالوا نبص بقى كده على الميتال الواحد. انا لما اجي اجيب متر من الالومنيوم مثلا وابص عليها تحت الميكروسكوب، الاقي الالكترونز عماله بتمر بشكل عشوائي. هل كده بيعدي كرنت؟ لا، ما بيعديش كرنت. طب عشان يعدي كرنت اعمل ايه؟ محتاج اعمل ايه؟ تعالوا نبص بقى. لو انا عندي حته قطعه من الالومنيوم وبصينا عليها زي ما احنا كنا راسمينها من شويه بالشكل ده كده، لازم احط لها الكتريك فيلد. لازم اخلي التشارجز ديت تتعرض لايه؟ لمجال كهربي. طيب في الوسط هنا في بينهم ايه؟ بينهم الالكترونز زي ما احنا متفقين اهو، الكترونز ماشيه بشكل عشوائي. طيب بص بقى يا مستر، انت جيت دلوقتي رحت حطيت هنا معدن، المعدن ده هو من النوع البوزيتيف تشارج مشحون بشحنات موجبه، ومعدن تاني هو نيجاتيف تشارج، مش كده
يبقى فيه الكتريك فيلد. ايوه بالظبط، الكتريك فيلد منين لفين؟ من البوزيتيف للايه؟ للنيجاتيف. يحصل ايه بقى؟ بص، اول حاجه لما نيجي نفوكس على البوزيتيف ايونز اللي موجود في الميتال نلاقيه ما بيتحركش. ليه؟ هو من ضمن خصائصه كده، هو بيتحرك حركه اهتزازيه، طالع نازل، يبقى طالع نازل كده، عمال يتحرك كده، طالع نازل حوالين الايه؟ حوالين الريست بوزيشن بتاعه، حوالين موضع السكون. عارفين زي ايه؟ زي ساعه البندول كده، الساعات القديمه، الساعه الكبيره دي كانت بتبقى محطوطه على الحيطه ونازله منها عصايه كده وفي كوره كده في الاخر، عماله بتعمل ايه؟ راحه جايه حوالين ايه؟ بشكل مهتز حوالين الريست بوزيشن، الجزء مثلا اللي نفترض ان الريست بوزيشن بتاعها هي الحته اللي في الوسط، فعماله راحه جايه حوالين الايه؟ حوالين الريست بوزيشن بتاعها. ده نفس الكلام. البوزيتيف ايونز طالعه نازله، الميتاليك بوند مش مخليها عارفه تتحرك، فهي دوب طالعه نازله، عماله بتتهز، طالعه نازله طالعه نازله. مين بقى اللي بيتحرك؟ الالكترونز، اللي هو الماس بتاعته قليله جدا 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 جدا. طيب انا بقى لما جيت حطيت الالكتريك فيلد ده يحصل ايه؟ يحصل البوزيتيف ايون كده كده خلاص هي اوريدي طالعه نازله، وهنفهم بقى البوزيتيف ايونز دي هتعمل ايه بعد كده كمان شويه. طب الالكترونز، لا الالكترونز بقى تاخد عكس مين؟ عكس اتجاه المجال الكهربي، عكس اتجاه او عكس الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد. يبقى الشكل العشوائي للالكترونز دي بقت عامله ازاي؟ بقت كلها متجمعه، ايوه، كانها تيار كهربي. وده الايه؟ It is the flow of electric charges through conductors. ونلاقي ان هنا بقى التيار الكهربي بيتكون من ايه؟ بيتكون من فري الكترونز اتعرض لالكتريك فيلد فاخد الاوبوزيت دايركشن بتاعه بتاع الالكتريك فيلد، وكلهم اتجمعوا وبيمشوا بقوه. الالكتريك فيلد ده انا باخده منين؟ حاجه اسمها الباتري. زي البطاريه، فالبطاريه بتاعت الريموت بتاعت التكييف وبتاع التلفزيون وبتاع. يحصل ايه بقى؟ الباتري دي اول ما بتتوصل مع الكوندكتور بتبقى في حاجه ثالثه هنعرفها كمان شويه، فيحصل ايه؟ فتجبر الالكترونز ان هي تمر. بص بتبقى اسمها ايه؟ الكتروموتيف فورس، قوه دفعه كهربيه، قوه بتجبر الالكترونز وبتدفعها في اتجاه ايه؟ اتجاه معين. وده من ضمن الكونديشنز بتاعتي عشان يمر ايه؟ الكتريك كارنت. وده جزء جديد بقى. تعالوا نبص كده على الكونديشنز بتاعتنا. ايه الكونديشنز بتاعتنا؟ اول حاجه زي ما احنا قلنا يبقى عندي حته سلك من النوع الباد، من النوع الجود كوندكتور، ده وضع طبيعي. يعني حته ميتال سلك بقى زي الكبر زي الالومنيوم من النوع الايه؟ من النوع اللي بتوصل الكهرباء اللي فيها فري الكترونز. كويس، يبقى اول حاجه ايه؟ اول حاجه ميتال من الايه؟ النوع، او بنسميه على طول كوندكتور، موصل للايه؟ موصل للكهرباء. طيب تاني حاجه سورس الايه؟ الالكتريك فيلد، وده اللي احنا وصلنا له في النهايه. زي ايه؟ زي الباتري. يبقى سورس للكهرباء دي، سورس للمجال الكهربي اللي هيجبر الالكترونز ويدفعها في اتجاه واحد، فيبقى في سريان او فلو من الايه؟ من الكرنتس. يبقى دي تاني حاجه. ثالث حاجه بقى من عظمه ربنا سبحانه وتعالى ان خلى الهواء المقاومه بتاعته كبيره جدا، والا احنا كلنا واحنا ماشيين هنبقى ماشيين متكهربين. فلازم تبقى الدايره مالها كلوزد سيركت. يعني ايه؟ يعني مقفوله، كلوزد سيركت. هي ايه الدايره دي اصلا يا مستر؟ ايه الدايره دي؟ زي مثلا الموبايل دي مجموعه من الدوائر الداخليه. لما نيجي نفتح البورد كده مثلا اي بورده جوه الموبايل دي دوائر، مجموعه من الدوائر، بس دوائر مغلقه
ما ينفعش اسيبها للهواء. يعني بصوا كده دايره زي دي كده، مش احنا قلنا كوندكتور؟ ادي كوندكتور اهو، وبعدين رحت وصلته بباتري، ادي باتري اهي، صح كده؟ وبعدين اجي بقى اسيبها كده، تيجي الالكترونز تعدي تلاقي الهواء مقاومته كبيره جدا، فترجع تاني خلاص، شكرا انا باشا، انا مش هعرف اعدي، ده حيطه سد قدامي مش هعرف اعدي فيها. يبقى لازم تبقى كلوزد سيركت. واحد طبعا يقول لي يا مستر طب بقول لك حاجه، اقفل بقى يلا الايه السلكين دول على بعض، مصيبه. تعالى كده نعملها كده، افتح كده الكابول بتاع عربيه الوارد، ها بس اوعى تعملها عشان هتبقى نهايتك خلاص، مش هتكمل ثالثه ثانوي. وحط بقى كابل بين البوزيتيف وبين النيجاتيف بتاعه البطاريه. هتلاقي ايه طبعا هيحصل ايه؟ الالكترونز هتجري بسرعه كبيره جدا جدا، هتسخن الكابل، هيحصل فرقعه وهتبوظ البطاريه، والله اعلم ايدك هيحصل فيها ايه. اوكي طبعا ده مش هيحصل. طيب فبالتالي بقى بحط ايه؟ بحط حاجه في الدايره اسمها لود. لود يعني ايه؟ لود حمل، يعني زي الثلاجه، زي الميكروويف، زي اللامب. اللود انا بحط لها سيمبل اسمه ايه؟ اسمه ريزيستنس. مع مجموعه الاحمال دي، اللابتوب، الموبايل، الثلاجه، الميكروويف، هي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها ريزيستنس. الحاجه اللي انت بتشغلها دي بتبقى مقاومه، كانها مقاومه بالظبط. انا لما اجي احط حمل وعايز اجرب سيركت معينه، بحط لها ريزيستنس عشان اعرف اجربها. طيب يبقى كانك حطينا هنا بالظبط كده ايه؟ ريزيستنس. والريزيستنس دي ايوه بتاخد الشكل ده كده، شكل الزجزاج ده كده. كمان شويه ان شاء الله باذن نتكلم عليه. طيب يبقى اذا دلوقتي دي الكونديشنز بتاعت مين؟ بتاعت مرور الايه؟ مرور الكارنت. طبعا في كونديشنز تانية، بس مع التقدم في المحاضره شويه هنفهم بقى الايه الكونديشنز التانية. انا بس مبدئيا بشكل مبدئي كده احنا بنتكلم ان لازم يكون في جود كوندكتور زي الكبر، زي الالومنيوم، هيبقى عندي سورس، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي كلوزت ايه؟ كلوزت سيركت. السورس بتاعي في اول في اول شابتر هيبقى الايه؟ هيبقى الباتري. طيب الكرنت بقى اوريدي خلاص هو عدى. بصوا كده الاتجاه ده اسمه الكونفنشنال دايركشن اوف الكتريك كارنت، وده اللي اكتشفه عالم اسمه بنجامين فرانكلين. هو جه قال لك والله لما اجي احط باتري واحط لامب، مجرد ما اوصل الباتري مع اللامب هتمر تشارج من البوزيتيف للايه؟ للنيجاتيف. بس الكلام ده قبل ما يعرفوا ان في حاجه اسمها الكترونز. فبالتالي الدايركشن ده مش صح، لكن الطبيعي والاكتشوال هو الجزء الثاني بقى. اول ما احط الباتري واحط معاها لود، لامب او ريزيستنس، ما دي تعبر برضو على الريزيستنس، المقاومه اللي هنعرفها كمان شويه، فنلاقي ايه؟ نلاقي ان الالكترونز بيندفع من الجزء السالب ده، النيجاتيف ده، طبعا بيحصل ايه؟ ريبلشن، فيبدا يطلع الكترونز ويندفع ناحيه ايه؟ البوزيتيف. تعالوا نبص كده، اصل الباتري شكلها عامله كده يا ولاد. بوزيتيف الطويله دي بتبقى بوزيتيف، والقصيره دي بتبقى نيجاتيف. وعباره عن ايه؟ عباره عن ميتلز من جوه، ميتل، في ميتل مشحون بشحنه موجبه وبنعبر عليه بالخط الطويل ده، وفيها ميتلز مشحونه بشحنه نيجاتيف وبنعبر عليها بالتعبير الايه؟ بالتعبير الصغير ده. يعني دي مجموعه البوزيتيف تشارج اكبر من النيجاتيف تشارج، وهنا مجموعه النيجاتيف تشارج اكبر من البوزيتيف تشارج. دي الباتري، واللي احنا بنسميها الاي ام اف او الالكتروموتيف فورس، القوه الدفعه الكهربيه اللي هي بتدفع الايه؟ الالكترونز، واللي بتعمل الكتريك ايه؟ الكتريك فيلد. لسه قايلين الكلام ده دلوقتي. ده السيمبل بتاع الايه؟ بتاع الباتري. طبعا الباتري في الشكل الطبيعي بتبقى عامله كده، مثلا يا مستر احنا بنشوفها في عربيه مثلا الوالد، بتبقى فيه هنا بوزيتيف وبتبقى فيه نيجاتيف، صح؟
شكلها عامل كده. والله في الريموت يا مستر بيبقى شكلها مش عارف طويل كده، وبتبقى فيه واحده حاجه من هنا وحاجه من هنا، واحده بوزيتيف واحده، برضو شكلها برضو عامل كده. كل دي كلها ايه؟ دي كلها باتري باختلاف الايه الماجنتيود بتاعها، القيم بتاعتها. يبقى اذا الباتري السيمبل بتاعه بقى لما اجي احطها في دايره بتبقى شرطه طويله وشرطه صغيره. الشرطه الطويله دي بتعبر ان هي بوزيتيف تشارج، الشرطه القصيره بتعبر ان هي ايه؟ ان هي نيجاتيف ايه؟ ان هي نيجاتيف تشارج. طيب وبعدين لما نيجي بصينا هنا بقى بعد ما اكتشفوا الالكترونز قالوا لا خلاص، احنا لما بصينا جوه الميتال لقينا ان اللي بيتحرك هو الالكترونز، اما البوزيتيف ايونز دي طالعه نازله، فبالتالي مفيش بوزيتيف تشارج، فكأن هو النيجاتيف تشارج بس هي اللي ايه؟ هي اللي بتعدي. فبالتالي نيجاتيف يندفع، يحصل له ريبالشن. زي ما احنا قلنا السيمبل بتاع الباتري هو شرطه طويله وشرطه صغيره. الشرطه الطويله دي بتبقى بوزيتيف، والشرطه الصغيره دي بتبقى ايه؟ بتبقى نيجاتيف. هنا بوزيتيف يعني عدد البوزيتيف تشارج اكبر من النيجاتيف تشارج، وهنا نيجاتيف يعني النيجاتيف تشارج في الميتال دي هو مشحون بشحنه سالبه. تمام. وبالتالي بقى نلاقي ايه؟ نلاقي بعد ما اخترعوا واكتشفوا الالكترونز عرفوا ان اللي بيجري جوه الميتال هو الكترونز، فبالتالي الكترونز يعني هيحصل له ريبلشن من النيجاتيف هنا خلاص، لان طبعا الالكترون هو نيجاتيف، فنيجاتيف مع نيجاتيف يحصل ريبلشن ويجري جوه الايه؟ جوه السلك كويس، وينور اللامب دي ويروح للايه؟ للبوزيتيف. تعالوا بقى نرسم الحته دي هنا تاني كده مره تانيه. ادي اهو، لو انا عندي ادي الباتري بتاعتي كويس، وادي اللامب اهو بتاعي اهو، تمام اهو كده، وادي دايره تانيه ادي بوزيتيف وادي نيجاتيف اهي، وادي اللامب بتاعي برضو تاني اهو. ماشي. تعالوا نبص بقى لو احنا بقى عايزين او جينا اتسالنا طيب قول لي يا عم والله الكونفنشنال دايركشن هو جاي منين لفين؟ من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى ماشي كده، وده نقول عليه اتجاه التيار الاصطلاحي او التقليدي. يبقى لما يجي يقول لي اتجاه الكرنت خلاص هو الاتجاه الاصطلاحي التقليدي الكونفنشنال. ليه؟ هنعرف كمان شويه. طب اتجاه الدايركشن بقى بتاع الالكترونز، لا الالكترونز بقى تبقى طالعه ايه؟ تبقى طالعه من النيجاتيف اهو للايه؟ للبوزيتيف. تاني الكونفنشنال يبقى من البوزيتيف للنيجاتيف. طب وجوه الباتري من النيجاتيف للبوزيتيف اهي، ما هو بيكمل الدايره بتاعته هو ماشي وصل لحد هنا. طيب الاكتشوال بقى، الاكتشوال دايركشن او الاتجاه الحقيقي هو اتجاه الالكترونز، فيبقى ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف يعني عكس ده، تمام، للبوزيتيف، وبعدين يخش جوه الباتري من البوزيتيف للايه؟ للنيجاتيف ويكمل. طب وبعدين يعني انتوا بتعرفونا الكلام ده ليه؟ انتوا غاويين يعني تقرفونا؟ يعني انتوا بتلخبطونا ليه؟ ايه الكونفنشنال وايه الاكشوال؟ تعال بص، فعلا هو في اتجاهين للكرنت، الكرنت التقليدي او الاصطلاحي بالعربي او الكونفنشنال او التراديشنال التقليدي، والاكشوال الحقيقي. بس العلماء جم ايه؟ اتفقوا على ايه؟ جه قال لك بص يا عم، كيرشوف ومعادلات ماكسويل كلها مبنيه على اديوم قبل ما يكتشفوا الالكترونز، فبالتالي ماشيين بالاتجاه ده. ايه الاتجاه ده؟ اللي هو الكونفنشنال. فانا عشان اغير كل الكتب دي كلها الاف من الكتب واغير الدوائر الداخليه، الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبه له. فجي قال لك هو خلي بالك، هو انا مش طالما بحط الساينس بتاعتي الاشارات يعني في المعادلات في الكلام ده كله ببقى بهتم بالاشارات، تفرق معايا الاتجاهات؟ الاشاره انا شغال، النيجاتيف بحطها نيجاتيف، البوزيتيف بحطها بوزيتيف، فبالتالي المعادله بتبقى مظبوطه. الدايركشن بقى من هنا لهنا مش فارق معايا. فالعلماء استقروا ان هم هيمشوا بالايه؟ بالكونفنشنال. لكن احنا نبقى عارفين ان مش ده الاتجاه الحقيقي. الاكشوال هو الايه؟ من النيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف. طب الكونفنشنال من البوزيتيف للنيجاتيف. خلي بالك بقى، في خارج الدايره وفي او خارج الباتري، يعني في الدايره من بره، وفي جوه الباتري، ما يلخبطناش. تعالوا كده بص اهو تاني، الكونفنشنال اهو ادي الباتري بتاعي، وده الكونفنشنال اهو
وفي هنا لود، اللود هعمله زجزاج، خلينا نسميه زجزاج دلوقتي خلاص، ولا ريزيستنس ولا بتاع. نلاقي ان الاتجاه ماشي ازاي؟ من البوزيتيف اهو، اتجاه الكرنت من البوزيتيف للنيجاتيف. ده خارج مين؟ خارج السيركت، سوري، خارج الباتري اهو، يعني جوه السيركت نفسها. طيب اول بقى ما تيجي على الباتري، هي هتقف عند الباتري؟ لا، ده اللي تشارج دي شغاله عماله بتلف تلف، ولذلك اللمبه دايما منوره. طبعا سرعه اللي تشارجز دي بتبقى عاليه جدا جدا جدا، فدايما داخل فيها ايه؟ تشارج، فتبقى تلاقي اللمبه دايما ايه؟ منوره. اما انت بقى تيجي تفصل الدايره دي تبقى حاجه ثانيه. فنلاقي بقى ان خارج الباتري ماشيه من البوزيتيف لمين؟ للنيجاتيف. طب جوه الباتري بقى، ما عشان عايزه تكمل، ما مش هتيجي هنا وتقف ويبقى كده خلاص السلام عليكم اللمبه اشتغلت ثانيتين وقفلت. تبقى من النيجاتيف للايه؟ من النيجاتيف للبوزيتيف داخل الباتري. عكسها مين؟ الاكتشوال. تعال نبص بقى على الاكتشوال. لما نيجي نرسم بقى الاكتشوال، نلاقي ادي الباتري بتاعتي عادي خالص اهو، وادي الزجزاج اهو اللي احنا هنتفق عليها اسمها زجزاج دلوقتي. نلاقي ان الالكترونز بتطلع منين؟ من النيجاتيف، فبالتالي بقى الاتجاه بقى الاكتشوال يبقى ماشي كده اهو، يبقى ماشي من، مش عارف هو غير اللون ليه بس مش مشكله، من النيجاتيف لمين؟ للبوزيتيف. ده في الخارج، خارج الايه؟ خارج الباتري. وبعدين بقى يجي عند الباتري يعدي منين لفين؟ من البوزيتيف لمين؟ للنيجاتيف. خلاص يا اولاد، عايزين بقى ايه؟ خلاص الجزء ده احنا وضحناه بشكل ايه؟ بشكل الحمد لله. هنا بيقول لنا ايه؟ choose the correct answer which of the following electrical circuits correctly illustrates the conventional direction of current and the direction of free electrons. إيه يعني؟ بيقول لي قول لي بقى الكونفنشنال انهي والفري الكترونز ايه؟ انهي اتجاه فيهم؟ تعالوا نبص كده على اول واحده. اول واحده نلاقي ان الكرنت خلاص بقى بيعبر على الكونفنشنال. لما يجي يسالني على الكرنت بيعبر على الكونفنشنال، يجي يسالني على اتجاه الالكترونز يعبر على مين؟ الاكتشوال. تعالوا نبص كده الاولاني، نلاقي ان الكرنت ماشي مظبوط من النيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف، صح؟ تمام، يبقى الكرنت صح. طب الالكترون لا، العكس، هو المفروض يبقى ماشي ايه؟ ماشي من النيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف. يبقى ده اول اختيار ايه؟ اول اختيار غلط. دي اول حاجه. طيب اللي تحتيه نلاقي ان الكرنت اللي هو الكونفنشنال ده طالع على البوزيتيف، لا المفروض يبقى نازل من البوزيتيف، يبقى ده كمان غلط. طيب ده طالع برضو على البوزيتيف الكونفنشنال، او المفروض نازل من البوزيتيف، ده كمان غلط. طب ده بقى الانسر المظبوط، ان الكرنت اللي هو الكونفنشنال ماشي من البوزيتيف للايه؟ للنيجاتيف. طب والالكترون اللي هو الاكتشوال ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف. يا رب المثال ده يكون يعني معبر، وان كنتوا تكونوا ايه؟ عرفتوا. طيب الكرنت اللي بيعدي ده بقى يا ولاد، عايز اعرف قيمته، الكميه بتاعته ازاي؟ بحاجه اسمها الكرنت انتنستي، شده التيار، شدته. طبعا احنا عارفين ان خلاص الكرنت ده هي مجموعه من الالكترونز، مجموعه من الالكترونز، كل الكترون مشحون، فبالتالي بتعبر مجموعه من الالكترونز بتعبر على ان هي ايه؟ شحنه كهربيه، الكتريك تشارج، صح؟ مش احنا قلنا اتس فلو اوف الكتريك تشارج، صح؟ الكتريك ايه؟ تشارج، هي مجموعه الالكترونز دي بتسمى ايه؟ الكتريك ايه؟ الكتريك تشارج. لما نيجي نحب بقى ان احنا نقيس الكرنت ده او نعرف الماجنتيود بتاعه، نعمل ايه؟ قال لك بص، هو تعريف اصلا الكرنت انتنستي ايه؟ هنبص كده. الكرنت انتنستي بيقول لي it is quantity of electric charge، يبقى هي كميه من الالكتريك تشارج، من الشحنات الكهربيه دي بتعدي that passes through a cross section of conductor in 1 second. تاني، يبقى هي الكتريك تشارج عدت في كوندكتور خلال 1 سكند، يبقى الكتريك تشارج 1 سكند، الكتريك تشارج وتايم. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي كوندكتور هنا كده بالشكل ده، والكوندكتور ده فيه هنا كروس، ده كده الاريا بتاعته اهو، كوندكتور بالشكل ده كده اهو،
وده الكروس سيكشنال ايه اريا. رحت انا جيت وقفت هنا اهو، انا جيت هنا كده رحت وقفت هنا وبصيت قوي وبدات ابص اشوف كميه التشارج اللي عدت in 1 second. كميه التشارج اللي عدت في 1 second دي بتعبر على الكرنت انتنستي، شده التيار الكهربي. يعني انا لو جبت جهاز والجهاز ده حطيته هنا كده وبدا يعد لي الالكتريك تشارج اللي عدت كل ثانيه، خلاص يبقى كده يقدر يقيس لي الايه الالكتريك كرنت انتنستي، شده التيار الكهربي. تعال نشوف بقى التعريف بتاعه. احنا قلنا الالكتريك كرنت انتنستي او شده التيار الكهربي هو كميه من التشارجز خلال 1 سكند تايم. مش 1 سكند ده تايم؟ يعني اقدر اقول هي كميه من التشارجز خلال 1 سكند. تعالوا نبص بقى الكلام ده هنا كده على البورد. كميه من التشارجز خلال 1 سكند. ال 1 سكند ده يعبر عن ايه؟ تايم. يبقى اذا الاي هي يا مستر كميه من التشارجز خلال 1 اي سكند. ده اللي بتاعي على فكره هو عباره عن الكيو اوفر التايم. الكيو دي هي الالكتريك تشارج، التي دي اللي هي التايم. وطبعا عشان نسهل المينينج والتعريفات وعمليه الديفينيشنز على اغلب بنحط الدينومينيتور بنحط له ايه كانه يعبر عن 1. تمام؟ فاحنا عشان كده قلنا هنا ده ايه 1 سكند. تمام؟ يبقى اذا الكرنت electric current intensity through a conductor is determined from the relation. الريليشن بتاعتي الاي equal Q over ايه over T. طيب هو الالكتريك تشارج الميجرنج يونت بتاعه ايه؟ حاجه اسمها كولوم. كولوم دي بتدبند على العالم ايه الفرنسي اللي اسمه كولوم. يبقى كولوم. طب والتايم بالسكند معروف. يبقى اذا الاي هي عباره كميجرنج يونت كولوم اوفر سكند. كولوم اوفر سكند دي اسمها ايه بقى؟ امبير. يعني الكرنت انتنستي الميجرنج يونت بتاعها هو امبير. يبقى الكولوم سكند ده عباره عن ايه؟ امبير. لما اجي اقول بقى كده اهو ادي الامبير هو عباره عن الكولوم اوفر السكند. نقدر نحطه بشكل مختلف شويه زي ما كنا بنعملها في الحصه التمهيديه ان الامبير هو عباره عن كولوم سكند تو باور نيجاتيف 1. مش احنا بنقول الدينومينيتور ده اقدر اطلعه فوق بس اعكس الساين بتاع الايه بتاع الباور. طب والباور بتاع السكند هنا ايه 1، فلما يطلع فوق يطلع بنيجاتيف اي 1. يبقى لما تجيلي بالشكل ده كده ما تخضش بقى وقول يا نهار اسود ده ايه ده انا ما خدتهاش كده انا واخدها كولوم اوفر سكند. لا نفس الكلام. تمام؟ يبقى ال1 امبير هي ايكوال 1 كولوم اوفر ايه اوفر سكند. لما نيجي نعرف بقى الامبير الموضوع خلاص بقى سهل. تعالى بقى اعرف الامبير. الامبير عباره عن ايه؟ الامبير عباره عن كميه من التشارج 1 كولوم عدت في خلال 1 سكند. تعالوا نبص الكلام ده بصوا it is the electric current intensity. الامبير ده عباره عن ايه؟ شده التيار الكهربي. ايوه due to the flow هو ناتج عن سريان yes of quantity of electric charge كميه من الشحنات مقدارها ايه 1 كولوم. مش هي اصلا الالكتريك تشارج الميجر يونت بتاعها كولوم فهو اخذ كولوميه واحده قال لك هي 1 كولوم. 1 كولوم عدت في كروس سكشنال اريا في خلال مساحه من المقطع من الميتال طبعا من الكوندكتور in 1 سكند. فعلا كميه من الكولوم تمام هنعتبرها ان هي 1 كولوم في خلال تايم هنعتبره ان هو 1 سكند. يبقى الامبير ده هو الالكتريك كارنت انتنستي اللي ناتج عن كميه من التشارجز مقدارها 1 كولوم عدت في كروس سكشنال اريا في زمن مقداره ايه 1 سكند. تمام؟ طيب لو حبينا نعرف الكولوم عباره عن ايه؟ قال لك والله بص يا سيدي it is the quantity of electric charge هي كميه من الشحنات. ايوه that passes through cross sectional area. يبقى هي عدت في خلال ايه الكوندكتور في موصل لمساحه مقطع. ماشي عملت لي ايه؟ بص
in 1 second. هي عدت بس الاول في 1 second قبل ما تنسى يا عم الحاج. عدت في ايه؟ عدت في 1 second when an electric current of 1 ampere. اللي عملت لي electric current مقدار 1 امبير. مش احنا قلنا ان الاي equal Q over التايم؟ انا عايز اجيب الكيو. اعمل يا عم كروس مالتيبليكيشن. يبقى اذا الكيو ايكوال الاي في التايم. فجي قال لك ايه يا باشا؟ قال لك ان الكيو دي عباره عن ايه؟ كوانتي اوف الكتريك تشارج. ماشي. في خلال 1 سكند عدت، في خلال 1 سكند في كروس سكشنال اريا، كوندكتور ليه كروس سكشنال اريا، عمل لي كرنت مقداره 1 امبير. ده التعريف بتاعه. تعال نبص بقى نكمل. يبقى اذا انا اقدر دلوقتي ان انا اعمل مثلث كده خلاص، واقول والله ان الاي بتساوي الكيو اوفر التايم. صح؟ الاي لما اجي اجيب الاي همسح الاي او احط صباعي على الاي، فهو يبقى عباره عن كيو اوفر تايم. لما اجي اجيب الكيو احط صباعي على الكيو، هو عباره عن الكرنت في التايم. لما اجي اجيب التي التايم احط صباعي على التايم، فهو عباره عن كيو اوفر ايه؟ اوفر الاي. اي حاجه من فوق وتحت بتبقى ديفايد، اي حاجه قصاد بعض بتبقى مالتيبلاي. طيب عندي حاجه مهمه كمان عباره عن ايه؟ بص، الكيو دي اصلا ليها قانون، ليها قانون تاني اسمه ايه؟ الكيو بتساوي الان في التشارج بتاع الالكترون. ما انا عايز اجيب يا اولاد التوتال بتاع الكولوم دي، يبقى اجمع كل الالكترونز، هو النمبر اوف الكترونز، واضربها في التشارج بتاعه الالكترون، يبقى جبت التوتال تشارج. طب التشارج بتاع الالكترون بقى يا ترى يعني كل الكترون بيبقى مشحون بشحنه مختلفه عن غيرها؟ رقم ثابت هو عباره عن 1.6 times 10 to power negative 19 كولوم. يبقى شحنة الإلكترون هي عبارة عن 1.6 times 10 to power negative 19 إيه؟ من الكولوم. يبقى أقدر أجيب بقى الكيوب الكامل اللي في الدايرة، أعرف النمبر بتاع الإلكترونز، أعرف الإيه؟ أعرف الإلكترون. طب عايز أجيب النمبر بتاع الإلكترونز أو الجزء بتاع الكونسنتريشن بتاع بس خليها مرحلة تانية. طيب تعالوا نبص هنا كده بقى على جزء الجراف، وده مهم جدا. طبعا لما نيجي نبص هنا كده نلاقي ان القانون بتاعي الاي بتساوي كيو اوفر تي، يبقى اذا الكيو بتساوي الاي في التي. كل ما التي بيزيد كل ما الكيو عماله بتعدي، فبالتالي في زياده. يبقى الريليشن بتوين الكيو والتايم مالها دايركت ريليشن. طيب بالنسبه للكرنت بقى، الكرنت ثابت ازاي؟ تعال، لما انا عندي كميه من التشارجز بتعدي هنا كده بالشكل ده كده، وبعدين الكوندكتور بتاعي اتخنق كده هنا، وبعدين وسع تاني. ده الكوندكتور بتاعي، حته كبيره وبعدين اتخنق كانها ماسوره واتخنقت، وبعدين رحنا وسعناها تاني. يا ترى التشارج في الجزء ده قليل؟ خالص، هيعدي التشارج كلها اللي داخله هتخرج. كل ما في الامر ان السرعه هنا بس هتبطأ، وبالتالي الكرنت اللي هو كميه من التشارجز مالها هتفضل ثابته مع التايم. وده اللي احنا بنقوله هنا اهو، الكرنت ثابت مع الايه؟ ثابت مع التايم. هو الوقت عمال بيزيد بس نفس كميه التشارجز عماله بتعدي، نفس كميه التشارج اللي بره هنا عدت هنا، نفس كميه التشارج اللي هنا في الجزء الواسع ده عدت في الجزء الضيق، نفس كميه التشارج اللي عدت في الجزء الضيق عدت في الجزء الواسع. يبقى اذا
الكرنت ماله مع التايم ثابت، وده بيبقى اسمه دايركت كرنت. هو ثابت في الماجنتيود وثابت في الايه وثابت في الاتجاه. تمام، وده اللي علينا في الشابتر ده ان شاء الله باذن الله، لان في حاجه تانية لا مختلف في الماجنتيود ومختلف في الدايركشن. تعال نبص كده على السؤال ده. Calculate the electric current intensity that passes in a conductor due to the flow of quantity of a charge 15 coulomb. يبقى انا عندي دلوقتي الكيو هو عباره عن 15 coulomb through a cross section of conductor in time intervals of 3 seconds. يبقى التايم هو عباره عن ايه 3 seconds. فبيقول لي والله احسب لي الالكتريك كارنت انتنستي. انا عندي ان الاي بيساوي الكيو اوفر التي، يعني ال 15 اوفر 3 يعني بتساوي 5 امبير. طبعا سهل جدا وسؤال مباشر جدا. احنا ان شاء الله يعني بندي بس اسئله بسيطه جوه المحاضره لتوضيح الامر لا اكثر ولا اقل، لكن طبعا هنتعرض لافكار كتير جدا جدا في ان شاء الله الحل على الليسون. طبعا ده الجزء اللي بيقول ان ال N ايكوال الكيو اوفر الاي. طب ايه ده بقى يا عم؟ ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ مش احنا قلنا ان الكيو بتساوي النمبر اوف الكترون، يعني ال N دي هي النمبر اوف الكترونز مضروبه في ايه؟ في شحنه الالكترون اللي احنا قلنا دي ثابته 1.6 تايمز 10 to power نيجاتيف 19 بالكول. طيب يعني لو اتطلب مني عدد الالكترونات اقدر اجيبها؟ اقدر اجيبها. طبعا هي ليها يعني ليها قوانين اخرى، بس خلينا نتكلم دلوقتي على قد القانون ده. الان هو عباره عن اللي بره على اللي جوه، يعني الكيو اوفر الايه اوفر الاي اهو. كيو هي كميه التشارج على التشارج بتاع الالكترون واحد، يدي لك عدد الايه عدد الالكترون. لما بقى الالكترون يجي يدور بقى في مسار دائري، مسار دائري يعني التايم يبقى بريودك تايم، زمن دوري. يعني كأن الاي هيساوي الكيو اوفر التي. احنا بس بنتعرف عليه عشان لو جه لعب معانا في الايه لعب معانا في الامتحان، جه قال لك والله بصوا الالكترون ده بيمر وبيستغرق مثلا سي مثلا 1 تايمز 10 to power نيجاتيف 15 سكند في الدوره الواحده في ال1 اوسيليتور 1 كومبليت اوسيليتور. نعرف ان ده بيعبر على ايه تايم برضو، بس هو البريودك ايه بريودك تايم. وطالما بريودك تايم يدخلنا بقى في حاجه ثانيه. ممكن بقى يجي يقول لك ايه احسب الفيلوسيتي بتاعه الالكترون. بدأنا بقى هنا ايه في الجد بقى. مش جد ولا حاجه، الدنيا بسيطه خالص. مش احنا عارفين ان الفيلوسيتي عباره عن distance over التايم، صح؟ طيب انت عندك التايم وعايز تحسب الفيلوسيتي، يعني محتاج distance وايه وتايم. هو مدي لك التايم هو البريودك تايم اهو، يبقى فاضل لك ايه distance. طب الديستانس هنا ايه دايره. طب الدايره هو الديستانس بتاعها هو ايه السيركمفيرنس، صح؟ محيط الدايره. طب محيط الدايره بيساوي ايه 2 باي ار، صح؟ يعني اقدر اقول كده لو جه قال لك جه ادانا الفيلوسيتي ما اداناش التايم، جه ادانا الفيلوسيتي وجه راح ادانا دايمتر. بصوا كده اهو، لو انا عندي هنا الكترون بيمر في دايره، راح جه هنا ادانا الايه الراديوس، بلاش الدايمتر، الراديوس بتاعت الدايره دي خلاص، وجه قال لنا ان الفيلوسيتي بتاعت الالكترون دي مثلا يعني هو عباره مثلا عن 3 تايمز 10 to power 19 متر بير سكند. ويقول لك احسب الايه احسب الكرنت. سهل، ماشي، بسيطه خالص. التايم هنا من الفيلوسيتي اقدر احسبه، و الكيو اقدر احسبها. يبقى بقى عندي تايم وبقى عندي كيو اقدر احسب الكرنت. طب تيجي كده نعملها، نعتبرها ان هو اكزامبل ونمشي معاه. تعال نشوف الاول نحسب الكيو. الكيو هو عباره عن ايه؟ هو ايكوال الان في شحنه الالكترون. طب الان هنا النمبر اوف الكترونز. طب ما كام الكترون هنا؟ هو 1 الكترون، هو راسم لي 1 الكترون بس. يبقى اذا الكيو هو 1
الكترون، في شحنه الالكترون تايمز 1.6 تايمز 10 تو باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 19. خلاص، يبقى اذا الكيو هي عباره عن 1.6 تايمز 10 تو باور نيجاتيف ايه؟ 19 كولوم. دي اول حاجه، ادي الكيو. طب عايز احسب التايم. التايم هنا بريودك تايم. طب عباره عن ايه؟ تعال نشوف. نضرب هنا طرفين في وسطين. ادي التايم هو عباره عن الديستانس تايمز ال1. مش احنا بقى عرفنا الطريقه؟ بص اهو، مش انا عايز التايم اي ده سهم. طب لا، اخد التاني، يبقى ديستانس على ايه؟ اوفر الايه؟ اوفر الفيلوسيتي، صح ولا ايه؟ ديستانس هنا اهو، انا عايز التايم. ايوه، يبقى الديستانس تايمز ال1 اهو. ديستانس تايمز ال1 ايكوال الفيلوسيتي في الايه؟ الفيلوسيتي في التايم، صح؟ يبقى اذا التايم بتساوي ديستانس اوفر الايه؟ اوفر الفيلوسيتي. يلا بينا بقى نكمل. التايم ده بقى عباره عن ايه؟ الديستانس هنا هو السيركمفيرنس 2 باي في الار. لنفترض الار مثلا يعني رقم، اي رقم خزعبلي، بتساوي سي مثلا 0.5 انجسترم. يلا اي كلام، اي حاجه، خلاص، حاجه صغيره خالص عشان بس نفتكر الانجسترم ده. يبقى لما نيجي نحط ايه؟ يبقى الار اهي اللي هو 2 باي ار اللي هو السيركمفيرنس، انا كاتبها هنا اهو. طيب يبقى بتساوي ايه؟ ايكوال 2 باي في الار هنا كام؟ 0.5 ايوه تايمز 10 تو باور ايوه نيجاتيف 10 بتاعت ايه؟ بتاعت الانجسترم عشان احولها للمتر. خلاص؟ طيب ده الايه؟ ده السيركمفيرنس على مين؟ على الفيلوسيتي. الفيلوسيتي هنا مديها لنا بكام؟ اي كلام بقى، 3 تايمز 10 تو باور 18. هقوم مطلع الايه؟ مطلع البريودك تايم. يبقى عندي الكيو وعندي البريودك تايم اقدر اطلع الايه؟ الكرنت ايه؟ الكرنت انتنسيتي. يا ريت نحل الايه؟ نوعيه الاسئله دي مهمه جدا. نضرب مثال كده. لو انا عندي خزان فوق العماره والخزان ده نازل منه ميه في العماره، اي نقطه تحت الخزان بيبقى عليها بريشر، صح؟ ده طبيعي، في ضغط الميه اللي فوق اللي عليها. الميه نفسها هنشبهها بالالكترونز اللي نازله، اللي بتفلو، اللي بتجري. البريشر تعال نضرب بقى مثال تاني. وانا طالع فوق جبل بيحصل ايه؟ انا عمال برتفع عن سطح الارض، صح؟ فجسمي عمال بيكتسب ايه؟ بوتنشنال انرجي، طاقة وضع، صح؟ طاقة وضع. طول ما انا عمال برتفع بعيد عن الارض الجسم بتاعي بيكتسب ايه؟ بوتنشال. انا طالع فوق السطح فطلعت فوق السطح، البوتنشال ديفرنس، البوتنشال انرجي بتاعتي عماله ايه؟ تكبر. طب وانا نازل عماله بتتحول بوتنشال انرجي لكاينيتيك انرجي، طاقه حركه، صح؟ طيب كوره فوق هضبه، الكوره فيها ايه؟ فيها بوتنشال انرجي عشان هي مرتفعه عن سطح الايه؟ مرتفعه عن سطح الارض. طيب وضع التشارجز بقى بينها وبين بعضها مكتسبه حاجه اسمها الكتريك بوتنشال، جهد كهربي، مشحونه بجهد كهربي. وضع التشارجز بالنسبه لبعض ومتاثره بالكتريك فيلد خلت كل تشارج بقت جواها الكتريك تشارج. حاجه اسمها الكتريك بوتنشال انرجي، طاقه وضع كهربيه، طاقه وضع كهربيه، جهد كهربي. الجهد الكهربي ده عمل ايه بقى؟ بص، لو انا عندي كوندكتور كده بالشكل ده، وفي هنا بوزيتيف تشارج، وفي هنا واحدة بوزيتيف تشارج تانية، الاتنين مأثرين على بعض. اعتبر ان هما الاتنين بيشحنوا بعض. يعني البوزيتيف تشارج دي مأثرة على البوزيتيف تشارج، هي بيحصل ايه؟ بيحصل ريبلشن، صح؟ بس لو حبينا نقرب البوزيتيف تشارج دي ليها غصب عنها بنبذل ايه؟ بنبذل وورك، شغل، صح؟ طيب
تعالوا بقى اقول لكم حاجه جديده. ده كونسبت. في كونسبت تاني مهم جدا محتاجين ان احنا نعرفه، حاجه اسمها الالكتريك بوتنشال ديفرنس، فرق الجهد الكهربي. احنا عرفنا الجهد الكهربي، ايه بقى البوتنشال ديفرنس ده؟ ده شرط مهم جدا عشان يمر الكرنت. الكرنت مش هيمر غير لما يبقى فيه بوتنشال ديفرنس موجوده بين 2 بوينتس. يعني انا لو انا قاعد وببص على ال2 بوينتس دي وعايز امرر بينهم كرنت، لازم تبقى دي مشحونه بشحنه مختلفه عن الشحنه دي عشان نقدر نعمل ديفرنس ما بينهم، ويكون في ديفرنس حقيقي فيمر الايه؟ فيمر الكرنت. تعالوا نبص كده نضرب مثال. انت عم ربنا كرمك واتخرجت ورحت بتعمل الايه؟ عشه الزوجيه بتاعك، وجبت الراجل بتاع السيراميك وعمل لك الحمام، داخل حاسس انك انت دايخ. ايه في ايه اللي هو السيراميك ماله يا عم؟ انت في ايه؟ السيراميك انا حاسس ان هو مايل. قال لك ايوه، ما هو لازم يكون مايل. يعني انت تقف على الحوض تتوضى ولا تغسل وشك ولا بتاعت توقع ميه وتفضل الميه عامله بركه على الارض؟ ما انا لازم يا باشا اعمله مايل من عند الحوض كده للصفايه عشان يمر تيار مائي. بص حته الغمزه اللي انا بعملها دي، تيار ايه؟ تيار مائي، تيار كرنت. بس كرنت من الميه. على فكره الكرنت بتاعنا برضو الكهرباء هو نفس الكلام، لازم يمر من حته عاليه لحته ايه؟ قليله. الميه تنزل فعلا كمان بعديها ب10 دقائق كده بعد ما اتوضيت وربنا فتح عليك وربنا كرمك وصليت ركعتين، ها، عشان لو في اذان دلوقتي وانت بتسمع تقوم تصلي وترجع تكمل الايه؟ الفيديو ان شاء الله باذن الله. وربنا فتح عليك وصليت الفرض بتاعك، بعد ما ترجع من الجامع تبص على الميه ما تلاقيهاش. ليه؟ لان حصل تيار ميه، التيار الميه دي نزلت على الصفايه اوتوماتيكلي، انت ما جيتش شدتها. قال لك يا باشا انت لو ما شدتهاش اللي يخش بعديك يتزحلق يقع يعني. فلازم انا بميزان الميه بظبطها ان تنزل ايه؟ تنزل الميه لوحدها. هكذا الكرنت بتاعنا. الكرنت لازم اللي تشارج اللي داخل عليها تكون مشحونة بجهد كبير، وبعدين يعدي يلاقي جهد أقل. طب يجي ازاي؟ تعالوا بص كده. لو أنا مثلا عندي هنا زجزاج، ايه زجزاج دي؟ ما احنا كمان شوية هنعرف. وعندي هنا ايه؟ باتري. بص بيقول لي هنا ايه؟ البوزيتيف هاي بوتنشال، معروف. البوزيتيف هنا مشحون بشحنة أكبر من الايه؟ من النيجاتيف. يعني البوتنشال بتاعه الجهد بتاعه اكبر من النيجاتيف، فبالتالي البوينت دي لما نيجي نمشي معاها نلاقي ان البوينت بتاعت المقاومه دي هنا فيها هاي بوتنشال جهد كهربي. يعني جهد كهربي عرفنا خلاص، احنا عرفنا ان هو طاقه وضع. زي كاننا بالظبط كده بنرتفع فوق الجبل كانه خزان. البريشر هو الجهد الكهربي، الميه اللي بتنزل هي الايه؟ هي مجموعه الالكترونز. هي نفس الكلام كده اللي تشارج. وضع اللي تشارج بالنسبه لبعضها خلت اللي تشارج بقى جواها حاجه اسمها الكتريك بوتنشال، جهد كهربي. بس الجهد الكهربي ده بقى بيختلف من بوينت لايه؟ لبوينت تانية. لو ما حصلش اختلاف الكرنت مش هيعدي، لو في اختلاف الكرنت يعدي. ده بالظبط كده اللي حصل. انا لما جيت حطيت هنا الباتري مع الزجزاج، فالبوينت الاولانيه هي هاي بوتنشال، البوينت الثانيه هي لو بوتنشال. ليه؟ عشان هي متوصله بالايه؟ بالنيجاتيف، فدي لو بوتنشال. يقدر يمر هنا كده ايه؟ كارنت عادي خالص، مفيش اي مشكله. طب تعالوا نبص كده. لو انا عندي بقى، طبعا هي ما اسمهاش زجزاج، انا بهزر، هي اسمها ريزيستنس، انا عارفها كمان شويه، بس احنا بنقول كده مجازا. تعالوا نقول عليها زجزاج دلوقتي، لكن طبعا هي اسمها ريزيستور او ايه؟ مقاومه. تمام. طب لو انا عندي المقاومه دي كده بالشكل ده، لاي ظرف كان وتساوى البوتنشال هنا مع البوتنشال هنا. يعني مثلا دي عباره عن 10، وطبعا مش هنقول الميجرنج يونت دي خالص يعني كمان شويه، ودي عباره عن 10. طب عايزين نعرف الديفرنس ما بينهم. هي 10 ماينس 10 يبقى ايكوال 0، يبقى ما فيش بوتنشال هنا، ما يمرش كرنت هنا. وبالتالي فوق لو سي مثلا دي عندي 9 فولت، قلت الميجرنج، ودي 0، يبقى لما نيجي نعمل الديفرنس يبقى 9 ماينس 0 طلع فعلا في ديفرنس.
لا يمر كارنت هنا. ايه هو الالكتريك بوتنشال ديفرنس؟ ايه هو فرق الجهد الكهربي؟ ما ينفعش كارنت يعدي غير لما يكون في بوتنشال ديفرنس. ليه؟ اصل هو اللي بيزق التشارج. خش وعدي يلا. بيبذل ايه؟ بيبذل وورك، بيبذل شغل عشان يعدي الايه؟ التشارج. وورك وتشارج. يعني انا لو ما بذلت الشغل التشارج هتعدي ازاي؟ الشحنه دي ولا مجموعه الشحنات دي هتعدي ازاي؟ هتعدي في الريزيستنس دي ازاي؟ يبقى اذا البوتنشال ديفرنس هو ورك بيبذل عشان يعدي مجموعه من الايه؟ من التشارجز. طب لو ما فيش ورك التشارج هتعدي؟ لا خالص. يبقى اذا الورك جه منين؟ جه ان يكون في بوتنشال ديفرنس. انما لو النقطه دي هي نفس النقطه دي مش هيحصل ورك. الورك ايكوال زيرو، فبالتالي الكرنت هيقول لا يا باشا السلام عليكم وانا هشوف لي سكه ثانيه. الحته دي ما فيهاش بوتنشال ديفرنس. يبقى اذا البوتنشال ديفرنس وبنرمز له بالرمز دي في جايه من ايه؟ جايه من فولتج دروب. وهنفهم يعني ايه فولتج دروب. يبقى اذا الفي هو كنا بنقول ايه؟ ورك بيبذل عشان يعدي مجموعه من التشارجز. ورك بيبذل عشان يعدي مجموعه من التشارجز. بس خلاص ده اللي هو بتاع البوتنشال ديفرنس. شكرا. ورك وايه؟ وكيو. طب الميجرنج يونت بتاع البوتنشال ديفرنس هنعرف كده. الورك بالايه؟ بالجول. يس. الكيو بالايه؟ بالكولوم. الاثنين دول على بعض كده اسمهم ايه؟ فولت. يبقى اذا الميجرنج يونت اوف بوتنشال ديفرنس is فولت. وطبعا ما ننساش نقرا المينينج بتاع الالكتريك بوتنشال ديفرنس معناه ايه؟ وادي 1 فولت اهو ايكوال 1 جول اوفر 1 ايه؟ 1 كولوم. طبعا هيجي يعرفك ان الفولت ده اتسمى على اسم العالم فولتا. تمام. والفولت هو قال لك والله ده البوتنشال بتوين 2 بوينتس وهنا ورك اون 1 جول. بص بقى هيبدا يخلي الورك 1 جول والكيو 1 كولوم اهو. تو بي دان تو ترانسفير عشان يعدي ويحول quantity of electric charge of 1 coulomb between these 2 points. بس يبقى الفولت هو قال لك عباره والله شغل مقداره 1 جول اتعمل عشان يعدي مجموعه من التشارجز مقدارها 1 كولوم بين نقطتين، وليكن النقطتين دي بين ايه؟ بين ريزيستنس اهو. يبقى لازم البوينت دي والبوينت دي مختلفين في ايه؟ في الجهد الكهربي، في الالكتريك بوتنشال، والا مش هيعدي الكتريك ايه؟ والا مش هيعدي الكتريك فولت. ولذلك جه قال لك اهو بص هاي بوتنشال لو بوتنشال عدى كارنت. طبعا هي دي مجازا هي دي مقطوعه من سيركت يعني ونورت اللامب، انما دي مفيش فرق في الجهد، مفيش بوتنشال ديفرنس، فاللامب ايه؟ فاللامب مقفول. طيب نسينا نقول حاجه خاصه بالكرنت انتنستيا هنرجع لها تاني بس بعد ما نقول الحته دي. لما هاجي احب بقى اقيس البوتنشال ديفرنس بقيسها بجهاز اسمه ايه؟ جهاز اسمه فولتميتر. وهنعرف ان شاء الله الفولتميتر ده اصلا بيتكون من ايه بس مش في الباب ده خالص. اسمه فولتميتر بيتحط على اللود بتاعي ده بقى اللامب، اللود بتاعي ده بقى ريزيستنس، بيتحط باراليل. بصوا اهو هو الجهاز بيبقى شكله عامل كده اسمه فولت ميتر. فولت ميتر يعني قياس الجهد، بيبقى شكله عامل كده يعني اهو بتاع زمان يعني. خلاص طبعا دلوقتي في منه ديجيتال خلاص، وفي هنا بكره هنا كده خلاص، وفي هنا مجموعه من الارقام من القياسات ايا كان بقى، مش يعني مش هنخش فيه قوي دلوقتي. وطلع منه يا اولاد كده سلكين كوردتين
اوكي. طب انا لو عندي لامب اهو، لامب اهو كده وباتري، واللامب دي منوره، وعايز اعرف البوتنشال ديفرنس، هو بقى بيطرح، هو بيقوم بعمليه السبتراكت ما بينهم، ويجي يقول لك والله الفرق بين النقطه دي والنقطه دي مثلا 10 فولت مثلا 12 فولت مثلا. خلاص، يبقى ده بعد الطرح ما بين نقطتين، يعني شاف الجهد هنا وشاف الجهد هنا وطرحهم من بعض وطلع الديفرنس ما بينهم. هو بيقوم بالعمليه دي كده على طول بس بالقياس. طب نقيس ازاي؟ ناخد الكورده دي كده وايا كان بقى نوصلها في انهي اتجاه اهو، نوصلها هنا مثلا، وناخد السلكه الثانيه اهي ونوصلها الناحيه الثانيه اهو. تعالوا نعملها كده بلون مختلف، لون مختلف ماشي اهو. يبقى السلكه دي كده اهي هنا، والسلكه الثانيه اهي، دي بنسميها ايه؟ باراليل. بنوصلها بالتوازي مع اللود. اللود ده ممكن تبقى لامب، جينا كده على الدوايه بتاعت اللمب، فكينا اللمبه خلاص ووصلنا للسلكتين اللي جوه، وجبنا الفردتين وحطيناهم على ايه؟ سلكه سلكه. كويس، يطلع لنا رقم، وده بيبقى اسمه باراليل. طب بالنسبه للكرنت انتنستي، جهاز اسمه ميتر. جايه من امبير، وميتر يبقى قياس قياس الامبير. ده بقى بيتحط في الدايره ايه؟ ان سيريس. بنعملها ازاي؟ تعالوا بص كده. لو انا عندي دايره اهي ما بمسحش ليه ده، عندي دايره بالشكل ده كده، لامب برضو ادي لامب اهو ماشي، واللامب دي متوصله بباتري حلو. وبعدين وعايز احط جهاز الاميتر بيتحط سيريس في الدايره، اجي اعمل ايه؟ اجي اقطع السلك كده حتتين وافردهم اهو. بصوا بقى الحته دي اهو. وبعدين انا عندي الجهاز اهو يا مستر اهو، جهاز الاميتر، وطالع منه برضو فردتين سلكتين، يعني اقوم جايب السلكه دي هنا كده والسلكه دي هنا كده. طبعا ايا كان ممكن نبدل ما بينهم مش فارق. خلاص اهو، يبقى انا دخلته ان سيريس في الدايره. الفولتميتر لا، الفولتميتر اجي احطه هنا كده اهو. طبعا نقدر نرمز للفولتميتر برمز الفي كده، في وفيها دايره كده في الوسط، دي مش دي مش في اهي، دايره كده اهي وايه، ونرمز لها بالرمز في. طيب بالنسبه للاميتر اجي احطه هنا كده اهو في الوسط اهو. مش احنا قلنا هنقطع السلك اهو، بس بيبقى عباره عن دايره وجواها حرف الاي، يبقى ده فولتميتر وده ايه؟ وده اميتر. كويس جدا. طبعا في هنا اكزامبل وبيقول لك والله if the work done to transfer quantity of a charge 5 كولوم. لو انت عندك الكتريك تشارج مقدارها 5 كولوم، يبقى اذا الكيو بتساوي 5 كولوم between terminals of conductor is equal to 20 جول. يعني اتبذل شغل مقداره 20 جول. فبيقول لك والله احسب لي بوتنشال ديفرنس. طبعا تعويض مباشر جدا، هنحط القانون، هنيجي نقول بوتنشال ديفرنس ايكوال الورك اوفر الكيو. الورك عندي هنا ايكوال 20، الكيو هنا 5، يعني ده بيساوي 4 فولت. اوعى تنسى الميجرنج يونت. كنا بنأكد من الحصه اللي فاتت والحصه ديت بعديها وبوقت طويل شويه، معلش سامحوني، ولسه بنقول الميجرنج يونت يا جدعان. يا جماعه من فضلكم اوعوا تنسوا الميجرنج اوعوا تنسوا الميجرنج يونت. مين الاخ اللي هيبقى مسؤول عن البوتنشال ديفرنس؟ بصوا اهو، تانك، عندي تانك وفي هنا بامب، والبامب دي عماله بتضخ بتضخ الووتر الورر اللي عماله بتخش جوه التانك، وبعدين انت ترجع تاني من تحت والبامب تضخها تاني. انت عايز تقول ايه؟ اهو ميه عماله بتفلو، هي كده بالظبط، هي الرسمه بتاعتنا كده. البامب دي هي السورس بتاعي اللي بيعمل بوتنشال ديفرنس اهو، عمال بيضغط على الالكترونز فعماله بتمر. طبعا هنا النقطه قبل غير بعد في البوتنشال ديفرنس. مين اللي عمل لي الفرق ده؟ الباتري. ليه؟ ادي بوزيتيف من هنا وادي نيجاتيف من هنا، في فرق ما بينهم. طبعا في بعض السيركتس اللي هناخدها بعد كده وهنفهم امتى يتساوى البوتنشال ديفرنس وما يمرش فيها كارنت، هنفهمها ان شاء الله بس مش هيبقى النهارده. الزجزاج، الزجزاج هو حاجة اسمها الريزيستنس، المقاومة. جت ازاي؟ تعالوا بقى نرجع للميتال مرة تانية بسرعة. مش انا كان عندي بوزيتيف ايون؟ يس، بوزيتيف ايون
بوزيتيف ايون بوزيتيف ايون بوزيتيف ايون بوزيتيف ايون بوزيتيف ايون بوزيتيف ايون. وكان في هنا الكترونز والالكترونز دي لما تعرضت لالكتريك فيلد اتحركت في وان دايركشن يس، لقيت مين؟ حاجه عماله تطلع وتنزل تطلع، فجايه الالكترونز بتجري بسرعه عاليه جدا تخبط في مين؟ في البوزيتيف ايه؟ في البوزيتيف ايونز دي. فالبوزيتيف ايونز بتعوق الايه؟ بتعوق الكرنت، بتعمل ريزيستنس للكرنت. طبعا ده مع السرعه العاليه تطلع يبقى فيه احتكاك الالكترونز مع البوزيتيف ايونز، فتتولد انرجي هي ثيرمال انرجي. ساعات تيجي تحط ايدك كده على السلك من بره تلاقي السلك ايه؟ تلاقي السلك سخن. مش عارف، البوزيتيف ايونز دي طالعه نازله، الالكترونز فضل معدي يخبط فيهم، فيتولد ايه؟ فيتولد هيت انرجي. ساعات تحط ايدك على السلك كده تلاقيه سخن. ليه؟ اصل السلك كده المقاومه بتاعته كبيره بالنسبه للايه؟ بالنسبه للكرنت اللي معدي. تمام؟ جت من هنا الريزيستنس، جي من هنا مقاومه للايه؟ للكرنت. زي ما احنا بنقول البوزيتيف ايونز دي تعتبر ايه؟ تعتبر ريزيستنس قدام الكرنت، وهي معدي هي طالعه نازله خيلاء، فالكرنت يقعد يحتك بيها، فسرعه الالكترونز مالها؟ تبطأ. تمام؟ الريزيستنس دي بنحتاجها في الدائره؟ طبعا ده وضع طبيعي. اولا هي اوريدي موجوده وما ينفعش نلغيها، اي ميتال ليه من جوه ريزيستنس، ده وضع طبيعي. ما في بوزيتيف ايون وفي عنده فري الكترونز، مجرد ما احرك الفري الكترونز دي هتقعد تخبط في البوزيتيف ايونز، فطبيعي لازم ايه؟ هيحصل ريزيستنس. ده غير ان هي برضو مفيده لبعض الدوائر، عشان انا مثلا عايز احد من الكرنت شويه في دايره معينه فاحط لها ريزيستنس ايه؟ عاليه مثلا. يعني دي ان شاء الله باذن الله هنبقى ناخدها بتعمق اكثر بعد كده. دي اشكال الريزيستنس. في عندي ريزيستنس بالشكل ده كده بتبقى اسمها فيكسد ريزيستنس، يعني مقاومه ثابته ما بتتغيرش، بتبقى محطوطه في السيركت. ما عندك مثلا الموبايل بتبقى فيها مجموعه من الريزيستنس ما بتتغيرش، هي دي مثلا 2 فهتفضل 2. 2 ايه؟ طبعا هنشوف كمان شويه. 2 هتفضل 2، 3 هتفضل 3. بس انا عندي اوبشن كمان بداوا يعني مش بداوا هم طبعا العلماء طلعوها، ان يبقى كمان عندي فاريبل ايه؟ ريزيستنس. زي ايه مثلا؟ زي الموبايل لما احب ازود الصوت او اقلل الصوت، دي من جوه فاريبل ريزيستنس. اقدر ازود الصوت اعلي الصوت، نفس الكلام كده. كبر المقاومه قلل المقاومه، نفس الايه؟ نفس الكونسبت بتاع الموضوع يعني. فده الشكل بتاع الايه. طيب خلينا بقى نشوف، لو انا عندي حته من الالومنيوم، سلك كده من الالومنيوم 1 متر اهو، سلك اهو 1 متر، وسلك تاني من الالومنيوم 2 متر، مين اللي هيكون ليه ريزيستنس اعلى؟ اكيد الاطول هتبقى اكبر ريزيستنس. ليه؟ اصل الالكترونز فضل يحتك ببوزيتيف ايونز هنا اكتر فتقاوم اكتر. يعني انت عايز تقول ان الار دايركت مع اللينس؟ يس، يبقى اذا الار دايركت مع اللينس. طب تعال نبص كده، لو انا عندي حته من الالومنيوم 1 متر وحته تانية 1 متر، بصوا فرقت هنا في الايه؟ فرقت في الكروس سكشنال اريا. باينه دي كبيره اهي ودي ضيقه اهي. انهي الالكترونز اللي يعدي فيها بشكل افضل وبشكل احسن؟ اكيد الواسعه. يعني لما يجي يحتك بوزيتيف ايون هينزل تحتيه شويه ويعدي، ما تبقاش الحته ضيقه عليه. وبالتالي نلاقي ان اللي فيها اريا اكبر دي الريزيستنس بتاعتها اقل. ليه؟ الالكترونز بتعدي بشكل افضل وبشكل احسن، انما الاريا بتاعتها صغيره الريزيستنس بتاعتها كبيره. ايه ده؟ هو انفرس؟ يس، انفرس ايه؟ انفرس ريليشن. يبقى نلاقي ان الار هي انفرس مع مين؟ مع الاريا. طب ما تيجي ندمجهم كده في حته واحده، نلاقي ان الار هو دايركت مع ال انفرس مع مين؟ مع الاريا. الله، طب فين القانون يا عم الحاج؟ انت حاطط لي هنا مين ده؟ اسمه ايه ده؟ ده اسمه البريبريشنال
ده اسمه الايه، الار بتتناسب دايركت مع ال انفرس مع الايه، بس مش قانون، مش شكل قانون. انا عايز اشيل البروبوريشنال ده واحط مكانه ايكوال، لازم احط ايه؟ البروبوريشنال كونستانت، ثابت التناسب. مين ثابت التناسب هنا؟ تعال اقول لك. عندي سلك من الالومنيوم وعندي سلك من الكبر. يا ترى يا هل ترى سلك الالومنيوم الريزيستنس بتاعته اكبر ولا الكبر؟ واحد يقول لك بص يا عم والله وانا كنت بعمل الشقه بتاعتي الصنايعي جه قال لي بص يا عم انا محتاج لفه سلك 50 متر بس ما تجيبها ليش الومنيوم. ليه؟ لا انت تجيبها لي نحاس، جيبها لي من الكبر. ليه؟ اصلي الكبر جواه حاجه اسمها الريزستيفيتي، ده من ضمن طبعا مميزاته، يعني هي ليه مميزات اخرى بس احنا بنتكلم في الجزء اللي جاي ده. ليه حاجه اسمها ريزستيفيتي، مقاومه نوعيه. عباره عن ايه؟ بص، الريزستيفيتي وبنرمز لها برمز رو اي is a physical quantity that is constant for the same material at constant temperature and called the resistivity of the material of the conductor. ما فهمتش، يلا. The resistivity, the resistance of conductor of length 1 meter and the cross sectional area 1 meter square at a certain temperature. تعال بقى نفسر الكلام ده. جم هم العلماء عملوا ايه؟ جه اخد حته من الايرون وحته من الكبر وحته من الالومنيوم وحطهم في نفس التمبريتشر، وبعدين بدا يخش جواه. الحتت دي عباره عن ايه؟ 1 متر من الكبر، 1 متر من الالومنيوم، 1 متر من الايرون، 1 متر من الجولد، وهكذا 1 متر، ولهم نفس الكروس سكشنال اريا 1 متر سكوير. يبقى اخد 1 متر كالنس و1 متر كروس سكشنال اريا 1 متر 1 متر سكوير اهو لكذا ماده، وبدا يخش جواها يلاقي ايه؟ يلاقي ان في ماتيريال اصلا هي من الخصائص بتاعتها بتسهل مرور الكرنت، وماده تانية قبل ما اوصلها باي حاجه، قبل ما اوصلها بباتري، قبل ما احطها في السيركت اصلا، هي بتعوق الكرنت بشكل اكبر. يعني ايه؟ يعني عايز يقول ان الماتيريالز مش زي بعضها في الايه؟ في الريزيستنس. دي اسمها ايه؟ الريزستيفيتي، مقاومه نوعيه. هي اوريدي السلك يعني الماده نفسها فيها المقاومه دي، بس بتختلف من ماتيريال لماتيريال. فعمل ايه؟ جابوا بقى التجربه، جابوا اكتر من ماتيريال، الومنيوم، كبر، ايرون، كذا كذا كذا، 1 متر بنفس الكروس سكشنال اريا، وحطوهم في نفس التمبريتشر. لقى ان الكبر بيعدي الالكترونز بشكل افضل وبشكل اسرع، بشكل احسن من الالومنيوم مثلا، والالومنيوم احسن من الايرون، وهكذا. فدي اسمها ايه؟ رو اي، الريزستيفيتي. طيب الكبر والكبر ليها نفس الريزستيفيتي. طب كبر والومنيوم لا، الريزستيفيتي هنا تختلف عن الريزستيفيتي. ولذلك الصناعي جه قال لك ايه؟ هاتولي يا عم من النحاس الله يبارك لك، هاتولي من الكبر، ما تجيبوليش الومنيوم مش هشتغل. انا هعمل لك حاجه تعيش العمر كله. ليه؟ اصل الريزستيفيتي بتاعت الالومنيوم هي اكبر من الريزستيفيتي بتاعت الايه؟ بتاعت الكبر. مقاومه، طب ما ماشي، ما لما هتبقى اكبر فده هتعوق الكرنت بشكل اكبر، فاللايف تايم بتاعها طبعا هتسخن مع الوقت، تسخن تسخن تسخن، وزودت الاحمال وجبت تكييفين وربنا وسع عليك وعملت اوضه اطفال وجبت لها تكييف، فالاحمال عماله بتزيد، فالسلك الالومنيوم عمال بيسخن بزياده، فعمره الافتراضي يضرب بقى جوه الحيطه وانت ما تاخدش بالك. غير الكبر لا طبعا ايه، الكبر يستحمل الكلام ده. وبالتالي في حاجه اسمها رو اي اللي هي ايه؟ الريزستيفيتي. ايوه الايه؟ الريزستيفيتي بتختلف من ماتيريال لماتيريال. بس كده؟ لا مش بس كده. اقدر العب في الريزستيفيتي بس لازم العب في التمبريتشر، وانا عند النورمال كونديشن خلاص مفيش اي مشكله خالص. الريزستيفيتي بتاعت الماتيريال بتاعت الكبر لو جبت 2 متر زي 1000 متر زي اي كبر ليهم نفس الريزستيفيتي.
الالومنيوم هكذا، الجولد هكذا، الايرون هكذا. طب لو جبت كبر بقى ولعبت في التمبريتشر، سخنت التمبريتشر، يحصل ايه؟ مش لما انا اسخن في التمبريتشر البوزيتيف ايونز تكتسب كاينيتيك انرجي، فالحركه ايه؟ تعلى، فالاهتزاز بتاعها يعلى وتفضل طالعه نازله طالعه، هتخيل الالكترونز، فالريزستيفيتي ايه؟ تبقى اكبر، صح؟ فالريزيستنس تبقى ايه؟ تبقى اعلى، مع انه هو كبر، بس انت لعبت بقى في الكبر ده، سخنت في الكبر ده. لما سخنت الكبر الاهتزاز ماله؟ فضل يزيد يزيد يزيد، خيلت الالكترونز، فالريزستيفيتي علت، فالريزيستنس بتاعت الكبر مالها؟ بقت اعلى. فبالتالي الرو اي دي مالها؟ الرو اي دي بتختلف بحاجتين، التايب اوف ماتيريال، انت غيرت الماتيريال خالص فطبيعي هتختلف، او انك انت لعبت فين؟ في التمبريتشر. طيب نرجع تاني بقى للقانون بتاعنا، احنا كنا وصلنا لايه؟ كنا وصلنا ان الار بتساوي، ايوه الار بتساوي يا مستر، مش بتساوي بقى، بتتناسب مع ال اوفر الاريا. ما انا اقدر اشيل بقى علامه التناسب دي واحط لها بروبورشنال كونستانت، ويبقى هو الرو اي لاي ماده. انت بتستخدم الكبر هتحط الرو اي بتاعه الكبر. طبعا مش مطلوب مننا حفظنا، هو بيديها لنا في تيبل او بيديها لنا كجيفن. ساعات يجي يقول لك هات انت الرو اي، بس بيبقى جايب لك العوامل الثانيه. يبقى اذا دلوقتي الار بقت بتساوي الرو اي في ال اوفر اريا. فنلاقي هنا ايه؟ نلاقي ان الار مع ال ونثبت باقي العوامل هي دايركت ايه؟ ريليشن. كل ما اللينس بيبقى اكبر كل ما الريزيستنس بتبقى ايه؟ بتبقى اعلى، بتبقى اكبر. بس امتى؟ باقي العوامل ايه؟ از ايه؟ ار ايه؟ ار كونستانت. يعني الرو اي والاريا تبقى كونستانت، صح؟ الار مع ال. طيب الاقي ان الار والاريا لا، ده انفرس ريليشن، بس مع تثبيت باقي الايه؟ باقي العوامل. فنلاقي ان الار والاريا مالها؟ انفرس مع تثبيت باقي العوامل. الاقي ان الار والرو دايركت مع تثبيت باقي الايه؟ باقي العوامل. يعني انا هنا لما استخدم الالومنيوم فالار هنا تزيد لان الريزستيفيتي اكبر من الكبر. لما استخدم الكبر لا، الار هنا تقل عشان الريزستيفيتي اقل شويه. فنلاقي برضو ان الار ايوه والرو اي برضو ايه؟ دايركتد ايه؟ مع بعض. طيب مش انا عندي حاجه اسمها ريزستيفيتي مقاومه، في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ توصيليه كوندكتيفيتي. يعني عكس بالظبط الرو اي. انت الكبر ليها ريزستيفيتي، صح؟ طبيعي ده ميتال، بس ليه حاجه اسمها توصيليه. انا بوصل احسن منك، اصل انا الريزستيفيتي بتاعتي قليله فالكوندكتيفيتي بتاعتي اكبر، يعني انا بوصل الكرنت بشكل احسن. فاذا الكوندكتيفيتي هي عكس مين؟ هي عكس الرو اي. بصوا، يبقى اذا الكوندكتيفيتي هي عكس مين؟ كوندكتيفيتي، وبنرمز لها بالرمز ده، رمز سيجما. هو عكس مين؟ عكس الايه؟ الرو اي، اسمها كوندكتيفيتي. تعالوا نبص بقى، نروح كده للار الريزيستنس. ادي قانون الريزيستنس، هي عباره عن رو اي في ال اوفر الاريا. الميجرنج يونت بتاعها هي عباره عن ايه؟ الميجرنج يونت هي عباره عن اوم، تكريما للعالم اوم. طيب الرو اي الميجرنج يونت بتاعها ايه؟ تعالوا نشوف. عايز اطلع الاول قانون للرو اي ونشوف الميجرنج يونت بتاعها هي عباره عن ايه. الرو اي نعمل كروس مالتيبليكيشن اهو، هي عباره عن الرو اي لما نعمل كروس مالتيبليكيشن عباره عن ار في الاريا اوفر ال. طب الار دي بالايه؟ بالاوم. طب الاريا بالمتر سكوير. طب ال بالمتر. فاذا المتر تروح مع السكوير فتدينا الرو اي هي عباره عن اوم ايه؟ اوم متر. ده الميجرنج يونت بتاع الايه؟ بتاع الريزستيفيتي او الرو اي. طب السيجما او الكوندكتيفيتي الميجرنج يونت بتاعها ايه؟ مش انا عندي ان السيجما او الكوندكتيفيتي هي 1 على رو اي، صح؟ يعني كانها بالظبط 1 على اوم متر، يعني ايكوال اوم
الباور بتاعها نيجاتيف 1، في الميتر الباور بتاعها نيجاتيف 1. ده الميجرنج يونت بتاع ايه؟ الميجرنج يونت بتاع مين؟ بتاع الكوندكتيفيتي. طبعا الشغل هنا في الريزيستنس كتيره، لو انا اخدتها النهارده هيبقى قدامنا ساعه تاني، فاحنا ممكن يعني هناخد جزئيه كده صغيره، او ممكن نكتفي بهذا القدر ان احنا عرفنا الكرنت، عرفنا الالكتريك بوتنشال، عرفنا البوتنشال ديفرنس، عرفنا الاي ام اف او الالكتروموتيف فورس، واخدنا بريف صغير على الريزيستنس هيبقى عليها شغل عالي او شغل كبير قوي. مش هناخد اي اسئله النهارده على الريزيستنس. المره الجايه ان شاء الله هنشرح الريزيستنس وهنشرح اومز لو، وهناخد حاجه اسمها الباور والانرجي. خلاص، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنحدد معاكم الحصه بتاعه حل الاسئله ان شاء الله باذن الله في خلال ايام بسيطه. الجزء الثاني من الدرس الاول من ليسون 1 هينزل عشان نكمل الجزئيه دي. انا مش عايز اطول عليكم، احنا ممكن نكون دخلنا في ساعتين يعني، مش عارف بصراحه. فاحنا مش عايزين، طبعا خدنا جزء في المحاضره الاول بقى الميتال والنون ميتال والحاجات دي، المره الجايه بقى خلاص هنخش ايه، خلاص دخلنا في المنهج فاحنا هنكمل على طول. طيب بالنسبه بقى لحل الاسئله، وزي ما احنا قلنا احنا في عندنا تو اوبشنز، يعني لو الاوبشن الاولاني اللايف الدنيا ظبطت معايا هنخش وهنكمل ان شاء الله باذن الله، ما كانش هنعمل برضو حلقه مسجله وهننزله على الفيديو وانتوا برضو كملوا مفيش مشكله لحد ما ربنا يكرم يبقى في عدد في اللايف يبقى كويس، عشان يبقى اكبر عدد ممكن يقدر ان شاء الله باذن الله يستفيد ونقدر نخش في لايف بعد كده. طيب هنعملها ازاي؟ هنخش بس هنعلق ان انت مهتم على الفيديو بتاع محاضره النهارده خلاص، وتخش على الواتساب اللي انا الرقم اللي انا هحطه دلوقتي ده الواتساب، بتقول والله انا محتاج، انا معاك في الايه، في اللايف، بحيث ان احنا هنعمل جروب خاص بالقناه نحدد فيها بامر الله مواعيد الايه اللايفات بتاعتنا، نظبط الموعد وننزل الموعد ويبقى ملتزمين كلنا بامر الله بالموعد ده، نخش ونحل اسئله على كل ليسون ونعمل امتحانات دوريه مع بعض كانها منصه بالظبط والجزئيه دي. طيب الرقم كام؟ هو الرقم نقدر نحطه هنا كده على البورد ويبقى معاكم وانس. والله احنا يعني العدد معقول، ممكن ان شاء الله باذن الله هيبقى طبعا بعد الفيديو اللي جاي، لان الفيديو اللي جاي هيكون خلصنا الليسون ويبقى على طول بقى نخش لايف. ما جابش العدد المناسب زي ما احنا اتفقنا مع بعض هننزل الفيديو عادي خالص. هو رقم الواتساب هو 015 5 16 3 5 3 2. ده الواتساب اللي ربنا يكرم ومعانا وهيهتم هيخش يقول لي والله انا معاك اهوت تمام، نقوم نضيفه للجروب بتاع القناه. تحياتي وربنا معاك ودخلته في الجد. شابتر 1 هو الشابتر الكبير شويه، يعني تقريبا بياخد من 7 ل 9 محاضرات، فيلا شد حيلكم بقى وقوه. احنا خدنا النهارده بس المبادئ خلاص، حاول مع شويه القوانين وشويه الحاجات دي تحل المسائل اللي هي البسيطه لحد ما نبدا نشوف بقى افكار المسائل الكتير قوي قوي ونمشي ايدينا فيها والكلام ده كله ان شاء الله باذن الله. نشتغل من كتاب المعاصر وكتب اخرى، نجيب اسئله من امتحانات سابقه، اسئله من المعاصر وكتب اخرى بامر الله. ربنا معاكم، شد حيلكم ان شاء الله باذن الله. نشوفكم الحصه اللي جايه او المحاضره اللي جايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله.